السلام عليكم أبطال أولى ثانوي، يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. بنكمل مع بعض المراجعة النهائية على منهج العلوم المتكاملة أولى ثانوي الترم الأول. لازلنا أو شرحنا الوحدة الأولى كلها بالتفصيل وامتحانات عليها وأسئلة والكلام ده كله، وبعدين نزلنا على اليوتيوب مراجعة على أول 5 دروس في الوحدة الأولى من منهج العلوم المتكاملة. وهنكمل بقى في الفيديو ده إن شاء الله مراجعة على الوحدة الأولى بداية من الدرس السادس. يعني هنراجع في الفيديو ده على الدرس السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر بإذن الله، وكمان هنحل أسئلة مع بعض وهنشوف إزاي نستفيد بأقصى شكل من المراجعة دي. في البداية مش هطول عليك، دوس لايك للفيديو ده عشان يوصل لأصحابك، ولو فاتك المراجعة اللي على أول 5 دروس فشوف أول تعليق وابقى اسمعها طبعا. وتعالوا نكمل مراجعة على الوحدة الأولى. في البداية حابب أقول إن عملت الأولى ثانوي أقوى مذكرة مراجعة نهائية في العلوم المتكاملة الترم الأول، واللي مجمع عليك فيها أغلب أو كل الأسئلة اللي ممكن تجيلك في الامتحان والأفكار عشان ما تلفش كتير. الأسئلة اللي ممكن تفكر فيها واللي مش ممكن تفكر فيها، أسئلة من الكتب الخارجية وخارج الكتب الخارجية، والأهم إن كل الأسئلة دي مجابة بحيث تحل وتتأكد من إجاباتك بنفسك في عدد صفحات مش كبير، ممكن تخلصه في وقت قليل قبل الامتحان. طبعا الطلبة اللي كانوا معانا من إعدادي عارفين يعني إيه مذكرة مراجعة نهائية، يعني بإذن الله مش بيخرج منها الامتحان أو كل أفكار الامتحان بفضل الله. لو حابب تحصل على نسختك من المذكرة عشان تضمن إن محاجاش هتفوتك خالص إن شاء الله، فشوف أول تعليق عشان تعرف طريقة التواصل معنا ونبعت لك نسختك على تليفونك أيا كان مكانك في مصر، وتطبعها ورقية من أي مكتبة جنبك لو عايز تطبعها ورقية، وتحل بقى كل الأسئلة اللي فيها وتشوف الإجابات. فما تشيلش هم للعلوم المتكاملة بعد فيديو المراجعة النهائية ومذكرة المراجعة النهائية، وبالتوفيق لكل إخواتي طلبة أولى ثانوي. في الدرس السادس يا جميل بيكلمني عن تكيفات الكائنات اللي عايشة في المية. إزاي السمك والكائنات اللي عايشة في المية بتتحمل التغيرات في درجة الحرارة. درجة الحرارة بتتغير من وقت للتاني. ازاي بتتحمل الضغط، يعني السمك مثلا اللي عايش في الاعماق ده ازاي بيتحمل الميه اللي عليه دي كلها وضغط الميه دي كلها. طب ازاي بيتحمل الملوحه، ان الملح مثلا زايد، في ملح مثلا ميه البحر الميت فيها ملح كتير جدا، في مياه بحر تانية بتكون الملوحه زايده شويه. ازاي السمك بيتعايش مع ميه الملح، مع الملح اللي في الميه دي. كمان يا جميل ازاي السمك ممكن يعيش لو الاكسجين قليل، لان احنا هنعرف ان السمك بيتنفس اكسجين اللي دايب في الميه. طب لو الاكسجين قليل، طيب اتكلمنا عن الضغط الاسموزي، ازاي برضو الكائن اللي عايش في الميه ده هيعيش او هيتعايش مع الضغط الاسموزي. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى السمك او الكائنات الحيه اللي عايشه في الميه عموما بتقدر تتكيف مع الظروف اللي هي فيها، فده اللي احنا بنسميه التكيف. كلمة التكيف يا جميل يعني دي صفات، سمات أو صفات سلوكية يعني في تصرفاتها، أو جسدية في جسمها، خلاص بتحدث للكائن الحي علشان يقدر يعيش بشكل أفضل في البيئة اللي هو فيها، عشان يقدر يعيش ويبقى على قيد الحياة في البيئة اللي موجود فيها. ده معنى كلمة التكيف. يعني باختصار انت مثلا موجود في أوضة، الأوضة دي متبهدلة ومتكركبة وبتاع، ازاي تتكيف مع الوضع ده؟ ازاي تقدر تعيش بأفضل شكل في الأوضة دي؟ نفس الكلام السمك ازاي يقدر يعيش بأفضل شكل في المية بالظروف بقى المختلفة اللي فيها، الضوء والملوحة و اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الضغط، ضغط المية او الضغط الاسموزي او الكلام ده كله. فبيحصل تكيف. قلنا تكيف يعني صفات بتحصل في تصرفاته او في جسمه عشان يقدر يعيش بافضل شكل في البيئه المائيه او البيئه عموما اللي هو موجود فيها. في 3 انواع من التكيفات يا جميل. في تكيفات تركيبيه، وفي تكيفات سلوكيه، وفي تكيفات وظيفيه. بنقول عليها وظيفيه او فسيولوجيه. التكيفات التركيبيه يا جميل دي بتكون تغيرات في شكل او تركيب احد اجزاء الجسم عشان يعيش بشكل افضل في البيئه اللي هو فيها. يعني التركيب بتاعه فيه حاجه غريبه، فيه حاجه جديده. دي التكيفات التركيبيه بكل بساطه. لو جينا مثلا ناخد مثال على التكيفات التركيبيه بشكل عام العامه، ناخد مثلا سمكه البلطي. سمكه البلطي اللي احنا بناكلها دي من الاسماك العظميه. هنلاقي ان سمكه البلطي يا جميل شكلها بيكون كده اهو،
طبعا انتوا عارفين من ايام الاعدادي ان انا موهوب في الرسم، صح؟ عارف من غير ما تقولوا. سمكة البلطي بيكون شكلها كده يا جميل، شكلها انسيابي. ليه شكلها انسيابي؟ عشان تقلل من مقاومة المية، عشان تعرف تتحرك حلو وتقلل من مقاومة المية. بس الشكل بيكون انسيابي زي ما انت شايف كده اهو. عشان كده المراكب برضو عاملينها بالشكل ده، متعلمين بقى من يعني بيحاولوا يشوفوا اللي خلقوا ربنا ويحاولوا يقلدوه، عشان اكيد ربنا سبحانه وتعالى يعني خلقه لحكمه معينه او سبب معين احنا ممكن نصل لجزء صغير قوي منه. فشكل السمكه انسيابي. خلاص. كمان السمكه بيكون عليها قشور في قشر على السمكه، قشور ومخاط. القشور والمخاط دي يا جميل علشان برضو تقلل من مقاومه الميه، تخلي السمكه مقاومه للميه، تخلي السمكه ما تمصش الميه وتموت، لا بتخلي الميه ما تروحش كده جوه السمكه وتحتك بيها وتعوق حركتها والكلام ده. كمان السمكه بيكون فيها زعانف، اللي هي دي اللي هي بنقول عليها اعضاء الحركه. يبقى السمكه بيكون فيها زعانف اللي هي اعضاء الحركه، بتساعدها على الحركه. كمان السمكه بيكون فيها حاجه اسمها مثانه هوائيه. بشكل عام مثانه هوائيه دي بتتملي هواء علشان لو السمكه عايزه تطلع لفوق، بعدين تفضى من الهواء لو السمكه عايزه تنزل لتحت. يعني بتساعدها على الطفو. بتساعدها على ايه؟ على الطفو في الميه، تطلع وتنزل. بالونه في انبوبه بتنفخها عشان تطلع لفوق او تفضيها عشان تنزل تحت، وهكذا. كمان ربنا سبحانه وتعالى خلق في السمكه العظميه دي خياشيم. الخياشيم دي يا جميل اعضاء التنفس اللي بتخلي السمكه تاخد الاكسجين اللي دايب في الميه وتستفيد بيه وتتنفس بيه. سؤال: الحاجات اللي انا قلتها دي تراكيب ولا مش تراكيب؟ يعني الزعانف ده حته من السمكه ولا لا؟ تقول لي حته من السمكه، خلاص يبقى دي هقول عليها تكيفات تركيبيه. يبقى فهمت تكيفات تركيبيه يعني ايه؟ يعني تغير في تركيب او شكل حاجه في الجسم. مثلا زعانف اللي بتساعدها على الحركه، مثلا شكلها انسيابي بيخليها تتحرك حلو، تمام؟ فيها مثانه هوائيه اللي بتخليها تطفو، الخياشيم عشان تتنفس الاكسجين اللي دايب في الميه، القشور او المخاط عشان تقلل مقاومه الميه. دي كده التراكيب العامه او التكيفات التركيبيه العامه في الاسماك او في الكائنات المائيه بشكل عام. طيب ممكن ناخد مثلا امثله خاصه بقى، امثله خاصه يعني تراكيب معينه في اسماك معينه. مثلا في سمكه اسمها سمكه الجليد، ايس فيش. سمكه الجليد او الايس فيش دي يا جميل دي بتعيش على اعماق اكتر من 2000 متر. يعني بتعيش على الاعماق قوي، يعني في ضغط ميه رهيب عليها، فعشان كده جسمها بيكون مضغوط مش منفوخ. ما هو لو جسمها منفوخ هتطق وتموت. فبتلاقي سمكه الجليد دي يا جميل جسمها زي ما قلنا مضغوط، وكمان هي عايشه في اعماق تحت، فالدنيا ضلمه مفيش ضوء شمس بيعرف يوصل فعشان كده بتتميز بان عينها كبيره، كبر حجم العيون. دي سمكه الجليد. تلاقي مثلا تلاقي مثلا الدولفين. على فكره الدولفين من الثدييات، يعني زي الانسان، زي التقسيمه او التصنيف بتاع الانسان، من الثدييات. الدولفين ده جميل رغم انه من الثدييات بس هو مختلف عنهم. ازاي بقى؟ في كذا حاجه. مثلا الدولفين بتلاقي شكله انسيابي، شكل الدولفين كده صح؟ الدولفين اللي عايش في الميه شكله كده، تمام؟ شكله انسيابي عشان برضو يقلل مقاومه الميه. بتلاقي في فتحات في دماغه من فوق، فتحات في الراس من فوق عشان يتنفس بها الهواء. على فكره الدولفين بيطلع يتنفس هواء من الهواء اللي احنا الهواء الجوي ده، خلاص بيتنفس الهواء ده وبعد كده ينزل تحت شويه لما يعوز يتنفس تاني يطلع، وهكذا. فنلاقي ان الدولفين عنده زعانف برضه تساعده على الحركه. الانسان ما عندوش زعانف، يعني بدل الرجلين او الايدين اللي عنده زعانف عشان يتحرك حلو. خلاص دي تراكيب ولا لا؟ تراكيب. يبقى دي نقول عليها تكيفات تركيبيه، حاجات في تركيب الجسم ربنا سبحانه وتعالى خلق له ده عشان يعرف يعيش في البيئه اللي هو فيها. خدنا مثال على كده السمكه العظميه بالحاجات اللي فيها دي كلها. بعدين خدنا بقى سمكه الايس فيش او السمكه الجليديه اللي هي بتعيش على اعماق واطيه، بتعيش في البحر من تحت خالص، فعايزه تشوف، فربنا خلق لها عيون واسعه عشان تقدر تشوف، تجمع اكبر كميه ضوء وتشوف، وفي نفس الوقت جسمها مضغوط عشان تتحمل الضغط اللي هي عايشه فيه. الدولفين من الثدييات، يعني زي الانسان وزي معظم الحيوانات، ولكنه مختلف عنهم انه في فتحات بيتنفس بيها. هي مش انف، يعني نقدر تشبه الانف، موجوده في الراس من فوق عشان يتنفس الهواء، تمام؟
عنده زعانف، الانسان ما عندوش زعانف، والدولفين كمان شكله انسيابي علشان يعرف يتحرك كويس. دي التكيفات التركيبيه، التركيب بتاع الجسم فيه حاجه. اما التكيفات السلوكيه فلا، التركيب ما فيهوش حاجه، دي تصرفات معينه، تصرفات او سلوكيات معينه بيعملها، سواء اتعلمها من اللي حواليه اكتسبها يعني، او ورثها من بابا وماما عشان يعرف يعيش بافضل شكل في البيئه اللي هو فيها. تاني، كلمه تكيفات سلوكيه يعني ايه؟ يعني الكائن بيعمل تصرف معين، مش تركيب، بيتصرف تصرف معين عشان يعرف يعيش بشكل كويس. مثلا الحيتان، تلاقي الحيتان بتعمل صوت غريب كده في الميه، ده تركيب ولا تصرف؟ تصرف. ليه الحيتان بتتصرف كده، بتعمل الصوت العالي ده ليه؟ عشان تعرف تتواصل مع الحيتان صحابها، وعشان تعرف تصطاد الاكل بتاعها، الفرائس بتاعتها. خلاص؟ فالحيتان لما تعمل صوت ده تكيف ايه؟ سلوكي، تصرف معين بتعمله. تلاقي مثلا سمكه اسمها سمكه السلمون، سمكه السلمون دي سبحان الله بتتصرف تصرف غريب. ايه هو؟ سمكه السلمون دي يا جميل بتضع البيض بتاعها في ميه حلوه، ميه عذبه، وفي ميه عذبه زي ميه النهر، والصغار اللي بيجوا من البيض دول بيعيشوا الفترات الاولى من حياتهم في الميه العذبه دي. يبقى البيض والصغار بيعيشوا فين؟ في الميه العذبه. بعدين الصغار دول اول ما يبداوا يكبروا بقى كده ويبقوا يافعين يعني شباب، يبداوا كده كبروا بقى خلاص شاب يافع، يروحوا بقى للبحر. بحر يعني ميه مالحه ملوحه، بيقضوا اغلب حياتهم الناضجه في البحر. خلاص، لحد ما ينضجوا جنسيا، ولما ينضجوا جنسيا يبقى كده بيقضوا اغلب حياتهم الكبيره الناضجه في البحر، بس لما ينضجوا جنسيا بينتقلوا تاني للنهر عشان يضعوا البيض، يحطوا البيض في البحر في النهر الميه العذبه. تاني سمك السلمون ده بيعمل تصرف غريب، البيض بتاعه بيبقى في الميه الحلوه اللي احنا بنشربها، والاطفال الصغيره بتاعته في بدايه حياتها الاولى برضه بتبقى في الميه العذبه اللي احنا بنشربها. بعدين اول ما يكبروا ويبقى شباب بيروحوا للبحر اللي هي ميه مالحه، بيقضوا اغلب حياتهم الناضجه وهم كبار يعني في البحر اللي هي الميه المالحه بقى الصعبه. طب لما ينضجوا جنسيا ويعوزوا بقى يتكاثروا بيروحوا في البحر، بيروحوا في النهر تاني اللي هي ميه عذبه اللي احنا بنشربها علشان يضعوا البيض بتاعهم. يبقى البيض فين؟ في الميه العذبه اللي احنا بنشربها. طب والاطفال في بدايه حياتهم الاولى فين؟ برضه في الميه اللي احنا بنشربها. طب لما يكبروا بقى يبقى يافعين، يروحوا بقى البحر اللي هو فيه ميه مالحه، يقضوا اغلب حياتهم دي فين؟ في الميه المالحه دي. خلاص. طيب بعد كده لما ينضجوا جنسيا يرجعوا تاني للنهر. ده تصرف. شوف التصرف اللي هو بيعمله ده بنقول عليه تكيف سلوكي، السلوك بتاعه او التصرف بتاعه. كده فهمت التكيف السلوكي؟ التصرف بتاعه. اخر حاجه التكيفات الوظيفيه او الفسيولوجيه، دي يا جميل بتبقى تعديلات في الوظيفه. يعني في وظيفه هي كده كده بتعملها، بس نقول انها هتتعدل شويه حسب الظروف اللي احنا فيها. اللي مش فاهم بصراحه، طب بص السمك بيقابل 3 مشاكل: مشكله نقص الاكسجين، ومشكله الضغط المرتفع، ضغط الماء المرتفع، ومشكله الضغط الاسموزي. تعالوا نشوف السمك هيتغلب على دول ازاي. اول حاجه، دي سمكه لقيت ان الاكسجين اللي حواليها قليل، فتعمل ايه؟ هو الاكسجين ده كانت بتستخدمه في ايه اصلا؟ الاكسجين ده كانت بتستخدمه بشكل ما علشان طاقه، تحصل على طاقه، عشان بنزين. طب البنزين ده ليه عايزه بنزين؟ عشان تعمل وظائفها الحيويه وتعمل عمليات الايض وتشتغل وجسمها من جوه يشتغل. طب السمك يقول لك ايه؟ يقول لك خلاص انا هقلل الشغل، هقلل معدل الايض، وبالتالي مش هحتاج اكسجين كتير. يبقى ازاي السمك بيتغلب على مشكله نقص الاكسجين؟ عن طريق ان هو يقلل معدل الشغل، معدل الايض. ما هو لما يقلل المصانع اللي شغاله كده مش هنحتاج بنزين كتير، صح؟ فخلاص هيبقى حلينا المشكله دي وظيفه ولا مش وظيفه؟ عدلنا في الوظيفه دي عشان نعرف نعيش كويس في الظروف الجديده. فالسمك بيعدل في الوظيفه بتاعته ان هو بيقلل الايض علشان يتغلب على مشكله نقص الاكسجين في الميه اللي حواليه. طب ازاي السمك اللي عايش في الاعماق، عايش في الميه من تحت، بيتحمل الضغط ده كله؟ يا جميل، على فكره الضغط الجامد بتاع الميه ده
ممكن يخلي الشرايين والاورده تنفجر بسبب ان الضغط عالي. فلازم الضغط جوه الشرايين اللي ماشي فيها الدم لازم يكون مظبوط، لازم يكون متناسب مع الضغط الخارجي. فاللي انا عايز اقوله ان السمك اللي عايش في الاعماق ده بيعدل الضغط بتاعه. بيعدل ايه؟ الضغط بتاع دمه، بيعدل الضغط الدموي بتاعه علشان يبقى مناسب مع الضغط اللي في الاعماق. تاني في سمك دلوقتي عايش في البحر من تحت، في ميه كتير قوي فوقه، فالميه دي لو ضغطت جامد هتفجر الشرايين اللي عنده الحاجات دي. فهو بقى بيعدل الضغط، بيخلي الضغط بتاع الدم هو كمان يعلى بشكل ما بحيث يبقى متناسب مع الضغط اللي بره، فالضغط الميه اللي بره ده ما يفجرش الاورده والشرايين. فهو بقى بيعدل الضغط بتاعه. خلاص. فلما هو يعدل الضغط بتاعه بنقول دي وظيفه، يعني ده كده تكيف وظيفي، وظيفه بيعملها. خلاص، ما تقوليش ده تصرف، لا، دي وظيفه في جسمه، حاجه في جسمه بتتغير، وظيفه في جسمه مش في شكله، مش تركيب، لا دي وظيفه. طب لو قلت لك بقى هو عنده اورده وشرايين قويه، حته اورده وشرايين قويه او متينه بتتحمل الضغط، ده تركيب. يعني اورده وشرايين ده تركيب. طب جسمه مضغوط برضو ده تركيب. يعني لو قلت لك ان جسمه مضغوط ده برضو تركيب، ده تكيف تركيبي. فاهم؟ طب كتبناه هنا ليه؟ بوضح لك ان هو بيتحمل الضغط المرتفع بالحاجات دي. طيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بيديك مثال على السمكه اللي بتحمل الضغط المرتفع ده، سمكه اسمها سمكه الافعى. بيقول لك سمكه الافعى دي يا جميل فايبر فيش او سمكه الافعى دي بتواجه كذا مشكله. اول مشكله هي مشكله نقص الاكسجين، وتاني مشكله هي مشكله الضغط المرتفع. مشكله نقص الاكسجين بيقول لك ان سمكه الافعى دي بتزود انتاجها من الهيموجلوبين. هيموجلوبين. مين الهيموجلوبين ده؟ الهيموجلوبين ده تركيب في الدم، وظيفته ان هو بيشيل الاكسجين. طب الاكسجين قليل، في اكسجين بس قليل قوي، فزود لي بقى العصابه اللي هتمسك الاكسجين القليل ده. فاهم؟ عارف مثلا لما نكون بندور على طالب معين، فاحنا اتنين بس، يعني انا وانت بندور على واحد تاني زميلكم، ده الاحسن ولا الاحسن نخلي الفصل كله يدور عليه؟ نخلي الفصل كله يدور عليه، يعني نزود عدد الناس اللي بتدور عليه. نفس الكلام، زود بقى عدد الهيموجلوبين اللي بيدور على الاكسجين علشان يبقى بنحاول نحل مشكله ان انا مش لاقي اكسجين، فبزود العدد، بزود الحاجات اللي بتجيب لي اكسجين. بقول لك ان سمكه الافعى بتعمل كده، بتزود تركيز الهيموجلوبين او عندها تركيزات عاليه من الهيموجلوبين عشان تتغلب على مشكله ايه؟ نقص الاكسجين. كان سمكه الافعى بيقول لك ان جسمها برضو جسمها مضغوط، بتمتلك عندها هيكل عظمي، بيقول لك ان هو مرن يعني يقدر يتحمل الضغط المرتفع. يعني يقدر يتحمل الضغط المرتفع، يعني مثلا عارف لما يكون معك استك، كان عمال ادور هنا على استك مش لاقي صراحه، بس انت لما يكون معك استك، الاستك ده لو شديته كده بشكل معين يروح ويجي معاك، مرن، فيه مرونه، مش يتقطع مره واحده. نفس الكلام بقول لك ان السمكه دي، سمكه الافعى دي، بتتحمل الضغط المرتفع عشان هيكلها العظميه مرنه. دي كلها وظائف احنا بنتكلم في التكيف الوظيفي. مثلا لو نقص الاكسجين هيقلل الايض، هيقلل الشغل بتاعه. لو الضغط عالي هيعدل الضغط. يعدل الضغط دي وظيفه مش تركيب. لكن الاورده والشرايين القويه ده تركيب، ده تكيف تركيبي. ايوه، يعني ده كده المفروض ما نكتبوش هنا، ده تركيبي عشان جسمه مضغوط. او عفوا لو جسمه مضغوط برضه تركيبي. يعني ده كده تكيف تركيبي وده كده تكيف تركيبي. مش عايز الناس تدخل الدنيا في بعض. تكيف تركيبي يعني في تركيب معين في الجسم اقدر امسكه بايدي كده واقول التركيب اهو. لكن التكيف الوظيفي دي وظيفه معينه هي بتعملها، ما اقدرش امسكها بايدي كده. بقول لك مثلا السمك بيقلل الشغل بتاعه، دي وظيفه. طب تعالوا مثلا نشوف ازاي بيتعامل مع الضغط الاسموزي. مثلا عندنا نوعين من السمك، في سمك عايش في الميه العذبه وفي سمك عايش في الميه المالحه. السمك اللي عايش في الميه العذبه ده يا جميل، ادي سمكه اهي. السمك اللي عايش في الميه العذبه ده يا جميل بيكون الملح اللي جوه الخلايا بتاعته كتير قوي 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 مقارنه باللي بره. يعني الضغط الاسموزي جوه جسمه اعلى من الضغط اللي فين؟ اللي في الميه. الضغط الاسموزي جوه جسمه ايه؟ اعلى من الضغط اللي بره.
واحنا بقى شطار من ساعه ما ذاكرنا الضغط الاسموزي، عارفين ان الماء بينتقل من المكان اللي فيه ضغط اسموزي قليل اللي فيه ضغط اسموزي عالي. يعني من الاخر الميه تخرج جوه السمكه، الميه تخرج جوه السمكه، الميه ليه؟ ما قلت لك الضغط الاسموزي جوه السمكه عالي، والميه بتحب المكان اللي فيه ضغط اسموزي عالي. هو يعني ايه ضغط اسموزي عالي؟ يعني مواد دايبه اكتر. يعني هنا في جوه السمك في مواد دايبه اكتر من براها، فالميه بقى اللي بره تدخل جوه، فكده السمكه بتبلع كميه او بيدخل جوه جسمها كميه ميه كتير قوي. فتتخلص من ده ازاي؟ عايز المفروض تتخلص من الميه الكتيره دي والا هتنفجر. فقال لك في كائنات وحيده الخليه، وهذه الخليه يعني جسمها عباره عن خليه واحده بس، زي الاميبا، كان اسمه الاميبا، او اليوجلينا، او البراميسيوم. الكائنات دي جسمها عباره عن خليه واحده بس. ربنا سبحانه وتعالى خلق جوه جسمها تركيب، خد بالك بقول لك تركيب، يعني ده كده عندها تركيب اسمه فجوه منقبضه. الفجوه المنقبضه دي بتعمل ايه يا جميل؟ بتخلي الميه الكتير اللي بتدخل جوه اسمها دي تطلع. يعني بتاخدوا الميه اللي بتيجي وبتطلعها، بتطلع الميه. خد بالك بقى، خد بالك الفجوه دي التركيب ده نفسه ده تكيف تركيبي، لكن الوظيفه بتاعته ده تكيف وظيفي. يعني الوظيفه اللي الفجوه المنقبضه بتعملها ده تكيف وظيفي. خلاص؟ الوظيفه اللي هي بتتخلص يعني من الميه دي كلها. طب افترضنا كائن سمك، كان زي السمك العظمي مثلا، بيتخلص ازاي من الميه الزياده اللي عنده؟ ما هو السمك ده الكائن ده عنده ميه كتير دخلت جوه جسمه لان الضغط جوه عالي، فبيتخلص من الميه الزياده عن طريق الكلى في صوره بول مخفف. تاني، في سمكه عايشه في النهر يعني ميه عذبه كده. المواد اللي دايبه في السمكه كتيره جدا مقارنه بالميه العذبه. الميه العذبه ما فيهاش ملح ولا فيها حاجه دايبه غير بسيط يعني. فالميه بقى بتحب ايه؟ بتحب تروح في المكان اللي فيه مواد دايبه كتير، اللي هو يعني ضغط اسموزي عالي. فالميه تدخل جوه السمكه، تدخل جوه السمكه، فالسمكه كده هتنفجر لو ما اتصرفتش. فتعمل ايه؟ فتتخلص من الميه الزياده اللي عندها دي في صوره بول مخفف عن طريق الكليتين. الكلام ده على عكس السمك اللي عايش في الميه المالحه. السمك اللي عايش في الميه المالحه ده جميل العكس، بيعاني من المشكله عكس كده. الميه المالحه يا جميل فيها ملح كتير دايب، فيها ملح كتير دايب. فالميه بقى ايه؟ بتطلع من جوه السمكه تروح لبره. الملح الكتير، مش انا قايل لك الميه بتروح للحته اللي فيها ملح دايب كتير او للحته اللي فيها مواد دايبه كتير، فالميه تطلع من جوه السمكه لبره، تطلع كتير. فكده السمكه هتموت من الجفاف، الميه عماله تطلع من جواها لبراها. فالسمكه تعمل ايه؟ تبلع ميه كتير. السمكه عشان تحل الموضوع لازم تبلع ميه كتير. بس خد بالك ان وهي بتبلع ميه، الميه دي فيها ملح، فهي بقى هتعوز تتخلص من الملح ده. فتتخلص من الملح ده جميل عن طريق يا اما الكليه برضه، يا اما عن طريق الكليه يا اما عن طريق خلايا متخصصه في الخياشيم. عارف الخياشيم اللي هي اعضاء التنفس، فيها خلايا متخصصه بتخليها تتخلص من الملح الزايد. ما بنتكلمش انجليزي يا جماعه، موضوع بسيط قوي. سمكه عايشه في بحر يعني ميه فيها ملح كتير، فالسمكه الميه اللي جواها تطلع بره، فهي عايزه تتصرف بسرعه والا هتموت. عماله تفقد ميه فتروح شاربه ميه كتير، شاربه ميه كتير. بس الميه اللي هي بتشربها دي ميه بملح، ميه فيها ملح، فهي كده اصبح عندها ملح كتير. فتتخلص من الملح الزايد ده عن طريق الكليه او عن طريق خلايا متخصصه في الخياشيم. خلاص؟ طيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. بيقول لك في سمكه ذكيه تحب تتذكى كده، اسمها سمكه القرش. سمكه القرش دي بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لك مش انا سمكه قرش اهو بس انا ذكيه. ازاي؟ بتقول لك انا عندي مواد كتير، في مواد كتير في البحر دايبه، في مواد كتير دايبه في البحر، صح؟ طيب تقول لك ايه؟ تقول لك ما انا ادوب برضه في جسمي يوريا كتير. اليوريا دي ماده نيتروجينيه هي بتتخلص منها، المفروض الكائن يتخلص منها فضلات يعني، بس القرش تقول لك لا، ده انا هدوبها في دمي عشان يبقى عندي يوريا دايبه كتير، وبالتالي هيبقى في جسمها مواد دايبه كتير، وبالتالي الميه اللي هتطلع من جسمها تبقى قليله جدا. انت فهمت؟ بص موضوع بسيط قوي. دي سمكه القرش لقيت ان حواليها بحر فيه ملح كتير، تقول لك ما انا كده الميه بقى اللي جواها هتطلع بره وهموت. تقول لك طب انا هعمل ايه؟ خلاص اليوريا اللي هي بخرجها في الفضلات دي، طب ما انا مش هخرجها بقى،
هدوبها في دمي. ليه؟ عشان يبقى دمي فيه مواد دايبه كتير والبحر برضو فيه مواد دايبه كتير، فكده مش هخسر الميه اللي جوايا، فبتتكيف بالشكل. شفت الوظيفه دي انها تدوب اليوريا وتعمل الوظيفه دي؟ ده تكيف وظيفي او فسيولوجي. يبقى انت اسال نفسك، احنا بنتكلم عن وظيفه، حاجه هي بتعملها، يعني وظيفه هي بتعملها او بتغير فيها، يبقى ده تكيف وظيفي. ولا تركيب في جسمها، يبقى ده تكيف تركيبي. ولا تصرف معين هي بتعمله، يبقى تكيف سلوكي. تصرف زي مثلا صوت الحيتان، سمكه السلمون تعيش هنا وتطلع هنا، خلاص. طب بتكلم عن حاجه في جسمها، وظيفه في جسمها، يبقى وظيفي. بس ده كده الدرس السادس بكل بساطه ومرونه وسهوله. تعالوا نتكلم عن الدرس السابع وهو سهل جدا. بصوا اخر 3 دروس دول او اخر 4 دروس دول تافهين جدا، بس لازم تركز معايا. تعالوا دلوقتي يا شطار نتكلم عن الدرس السابع. الدرس السابع بيكلمني عن تأثير الهواء والغازات اللي في الهواء على الميه والكائنات اللي في الميه. تحديدا هيكلمني عن ذوبان غاز الاكسجين اللي احنا بنتنفسه وغاز ثاني اكسيد الكربون اللي بيخرج في الزفير لما يدوب في الميه. يعني انا دلوقتي عندي يا جماعه بحر، نعمله بالازرق، ادي بحر اهو، او نهر، ميه عموما، خلاص. طيب ثانيه واحده بس، كان سلك المايك سلك، الحمد لله. ادي كده بحر او نهر. الهواء بقى ده فيه اكسجين وفيه ثاني اكسيد كربون. عايزين نعرف لما يدوبوا في الميه ايه اللي هيحصل، وايه علاقه ده بالسمك اللي عايش في الميه. يعني هنتكلم عن الذوبانيه. كلمه الذوبانيه جميل، يعني قدره المذاب اللي هي الماده دي اللي انا مدوبها على الذوبان في المذيب، يعني في الميه. الكلام ده عند درجه حراره وضغط معينين. تاني، كلمه الذوبانيه يعني ايه؟ يعني قدره المذاب، يعني الماده اللي هدوبها دي انها تدوب في الميه او في المذيب عموما عشان تكون لي محلول متجانس. الكلام ده عند درجه حراره وضغط ثابتين. يعني من الاخر قدره الماده دي انها تدوب في الميه، ده معنى كلمه الذوبانيه. او لها تعريف تاني ما تنساهوش، هو اقصى كميه من المذاب يمكن ان يذوب في المذيب. يعني اقصى كميه من الماده دي او دي يعني يمكن ان ادوبها هنا عشان اكون مخلوط متجانس. الكلام ده برضه عندما يكون الضغط ودرجه الحراره ثابتين. بقول لك عشان تحسب الذوبانيه في معادله اقدر احسب بها الذوبانيه. بتقول لك الذوبانيه هي كتله المذاب على حجم المحلول. يعني كتله الماده اللي انت دوبتها على حجم المحلول ككل. يعني انا مثلا دوبت الغاز ده، كتله الغاز ده قد ايه؟ تقسمه على حجم المحلول ككل هيديك رقم. الرقم ده بسميه الرقم بتاع الذوبانيه. تعالوا نفهم اكتر يعني ايه ذوبانيه، ونتكلم تحديدا عن ذوبانيه الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. قبل ما نتكلم عن ذوبانيه الاثنين عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان الهواء فيه اكسجين بنسبه 21%. يعني نسبه الاكسجين، نسبه غاز الاكسجين من اجمالي غازات الهواء 21%. على عكس ثاني اكسيد الكربون نسبته 4 من 100%. متخيل؟ يعني كده مين اللي نسبته اكبر؟ الاكسجين. اكسجين نسبته 21%، كبير جدا. ده الاكسجين نسبته اكبر من ثاني اكسيد الكربون ب 500 مره. هقول لك يعني ايه؟ يعني الاوضه اللي انا فيها دي لو فيها 1 ثاني اكسيد كربون هيبقى فيها 500 اكسجين. انت فاهم؟ يبقى كده الاكسجين نسبته 21%، ثاني اكسيد الكربون نسبته 4 من 100. الاكسجين اكتر من ثاني اكسيد الكربون بقد ايه؟ ب 500 مره. بس خد بالك بقى، خد بالك كده، الاكسجين اكتر من ثاني اكسيد الكربون بكم مره؟ ب 500 مره. الكلام ده في الهواء، الكلام ده في الهواء. ولكن ثاني اكسيد الكربون بيدوب احسن من الاكسجين في الميه ب 50 مره. يعني لو معايا كوبايه ميه، مين اللي هيدوب فيها احسن؟ الاكسجين ولا ثاني اكسيد الكربون؟ لا، ثاني اكسيد الكربون. يبقى ثاني اكسيد الكربون بيدوب في الميه اكتر من الاكسجين 50 مره. طب الاثنين مع بعض سواء اكسجين او ثاني اكسيد الكربون، بقول لك انهم بيدوبوا في الميه المالحه بنسبه اقل 20 ل 30% اقل من الميه العذبه. يعني من الاخر لو انا عندي كوبايه ميه عذبه بنشربها ما فيهاش ملح، وكوبايه ميه ثانيه مالحه، الاكسجين وثاني اكسيد الكربون هيدوبوا احسن فين؟ في الميه العذبه. يعني هيدوبوا في الميه العذبه اكتر
من الميه المالحه. في الميه المالحه هيدوبوا اقل بنسبه 20 ل 30%. يعني انا لو معايا مثلا 100 جزيء او 100 وحده اكسجين دابت في الميه العذبه، هيبقى معايا من 70 ل 80 واحده بس هيدوبوا في الميه المالحه. انت فاهم؟ تاني، لو معايا 100 وحده اكسجين دابت في الميه العذبه، هيبقى 70 او 80 منهم بس هم اللي يدوبوا في الميه المالحه. الميه المالحه فيها ملح كتير، فمش عايزين بقى ندوب حاجات تاني ونزود الزحمه. فاهم؟ طيب افترضنا انا دلوقتي جبت بعمل شاي، حطيت الغلايه على النار حطيت في ميه، فالميه دي يا جميل هتغلي المفروض بعد فتره، ويبدا بقى الضغط البخاري يزيد والميه تتبخر وكده. بيقول لك ان الميه لما بيزيد درجه حرارتها الذوبانيه تقل. الذوبانيه بتقل. يعني ايه؟ يعني كل ما تزود درجه الحراره كل ما مش هنعرف ندوب الحاجه اللي احنا عايزين ندوبها، الغاز اللي احنا عايزين ندوبه. يبقى العلاقه ما بينهم علاقه عكسيه ما بين درجه الحراره والذوبانيه، فهنعملها بالشكل ده. يعني كل ما الميه تسخن كل ما مش هنعرف ندوب الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. ماشي؟ طيب بيقول لك برضو ايه؟ بيقول لك ان، بص ركز في دي، بيقول لك ان نقصان او نقص ذوبانيه ثاني اكسيد الكربون اكبر من نقص ذوبانيه الاكسجين. وتعالى كده افهمها لك بالراحه. بص، انا مثلا كان معايا الكوبايه دي بيدوب فيها مثلا نقول 10 ثاني اكسيد كربون. الكوبايه دي فيها ميه عاديه اهي، بيدوب فيها 10 ثاني اكسيد كربون. ونقول بقى بيدوب فيها مثلا، ده مثال للتوضيح بس، بيدوب فيها نقول 5 اكسجين. طبعا الارقام دي مش واقعيه، دي للتوضيح برضو عشان الناس ايه بتقعد تركز قوي. فدي ميه عاديه ماء داب فيها 10 ثاني اكسيد كربون وداب فيها 5 اكسجين. طب لو جينا سخناها ولعنا تحتها نار، قال لك لا، ثاني اكسيد الكربون بدل ما كان بيدوب 10 مثلا، لا ده هيدوب 6 بس. والاكسجين بقى بدل ما كان بيدوب 5 هيدوب 4 بس. دي كده ميه سخنه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الاثنين الذوبانيه بتاعتهم قلت. الاثنين ما بقاش يدوبوا زي الاول. بس ركز ركز ركز، مين فيهم اللي قل اكتر؟ بص، ثاني اكسيد الكربون كان 10 بقى 6، يعني قل بمقدار 4، خسر 4، يعني في 4 مش هيدوبوا بعد ما سخنا الميه. الاكسجين بقى كان 5 بقى 4 بس، يعني قل بمقدار 1. يبقى يا جميل بالراحه بالراحه، مين اللي قل اكتر؟ مين اللي نقص ذوبانيته بمقدار اكبر؟ ثاني اكسيد الكربون. بس هو ده اللي انا عايز اقوله لك. يبقى مين اللي بينقص ذوبانيته بمقدار اكبر لما سخن الميه او الحاجه اللي معايا؟ ثاني اكسيد الكربون. كان معاك 10 جنيه، لما سخنت بقوا 6 جنيه، كده خسرت 4 جنيه. طيب لما يكون معاك 5 جنيه ولما تسخن تبقى 4 جنيه، يعني خسرت جنيه واحد بس. يعني اللي بتخسره في ثاني اكسيد الكربون اكبر، يعني النقصان اكبر. خلاص؟ الرسمه دي مهمه وتيجي في الامتحان، خد بالك. طيب احنا كده بنتكلم في ايه عشان الناس اللي تهت؟ احنا بنتكلم عن الدرس السابع، بنتكلم عن الغازات اللي بتدوب في الميه، تحديدا غاز الاكسجين وغاز ثاني اكسيد الكربون بيدوبوا في الميه. ولما اعلي النار او اسخن الميه الذوبان هتقل او هتزيد والكلام ده كله. دلوقتي يا جميل تعالوا نتكلم عن غاز الاكسجين. يا ترى ايه المصدر بتاعه؟ يعني انا دلوقتي كده عندي ميه دايب فيها اكسجين، الاكسجين اللي جه داب فيها، ده داب فيها ازاي؟ ببساطه من الهواء. يعني الاكسجين اللي بيدوب في الميه بيدوب من الهواء، ده المصدر الاساسي للاكسجين اللي دايب في الميه. وبقول لك ان لما الميه بتعمل امواج تتحرك كده وكده، ده بيزود بنسبه بسيطه برضو ذوبانيه الاكسجين. كمان طبعا في نبات في الميه اكيد، يعني تحديدا بقول لك الفيتوبلانكتون او العوالق النباتيه، النباتات اللي هي الصغيره، بقول لك انها صغيره جدا، بتعمل عمليه البناء الضوئي. فعمليه البناء الضوئي دي بتنتج برضو اكسجين. يبقى عمليه البناء الضوئي يا جميل او التمثيل الضوئي دي بتقوم بيها نبات صغير، بينتج ايه في الاخر؟ بينتج اكسجين. يبقى انا من الاخر لما يسالك في الامتحان الاكسجين اللي في الميه ده جاي منين؟ تقول له من منهج العلوم؟ لا، جاي من الهواء، ده المصدر الاساسي، او من عمليه البناء الضوئي اللي بيقوم بيها بعض النباتات اللي اسمها الفيتوبلانكتون. طيب عايزين نعرف ايه اهميه الاكسجين. ايه اهميه الاكسجين في الميه؟ والله كذا حاجه يا جماعه. ده اكسجين مهم جدا. تعرف ان النبات او الكائنات اللي عايشه في الميه بتتنفس اكسجين، يعني مهم في عمليه التنفس.
مهم في عمليه ايه؟ التنفس. دي اهم حاجه واول حاجه. النبات عشان يتنفس محتاج اكسجين. تمام. مهم عشان الجسم النبات يكبر، نمو النبات او الكائن الحي عموما، الكائن الحي اللي عاش في الميه. خلاص. كمان مهم علشان تساعده على النشاط. كل ما تزود الاكسجين كل ما النشاط بتاعه هيبقى حلو، انه يسبح تمام ويصطاد الفرائس بتاعته وكده. كمان هيبقى بقى مهم لو انت زودته لكل الكائنات علشان فكره التوازن البيئي. التوازن البيئي يعني كل الكائنات متناسبه مع بعض، كله مزدهر كده وحلو زي الفل. بنقول ان الاكسجين مهم جدا للكائن الحي اللي عاش في الميه علشان اول حاجه التنفس. كلمه التنفس المقصود بها يا جميل هنا اللي هو اطلاق طاقه. ما هو بص بيبقى عندي النبات معاه جلوكوز، الجلوكوز ده هو عايز يحوله لطاقه. ازاي النبات او الكائن الحي بيحول الجلوكوز لطاقه؟ عن طريق عمليه اسمها عمليه التنفس الخلوي. فالنبات بيحول الجلوكوز لطاقه عن طريق التنفس الخلوي، واللي لازم فيها يكون اكسجين. لازم يكون فيه اكسجين. فلما يكون فيه اكسجين كتير ده يبقى حلو، هيظبط التنفس وهيظبط معدلات النمو للنبات وهيخلي النشاط والحركه حلوه، وهيبقى مهم عشان عمليه التمثيل البيئي، التوازن البيئي عفوا. وكمان هيبقى مهم علشان التمثيل الضوئي، التمثيل الغذائي والتمثيل الضوئي بشكل عام. يعني تكسير الاكل، يعني الحصول على الطاقه من الاكل، اسمه التمثيل الغذائي. خلاص. طب الحته دي بيجي ازاي فيها السؤال في الامتحان؟ خليك عارف الاكسجين اللي دايب في الميه جاي منين؟ من الهواء او من البناء الضوئي. طب بنستخدمه في ايه؟ النبات بيستخدمه في ايه؟ او الكائن اللي عايش في الميه بيستخدمه في ايه؟ اول حاجه التنفس، مهمه دي. بعدين بقى لما يزيد، لما الاكسجين يزيد دي حاجه حلوه، هيظبط النمو والنشاط والتوازن البيئي والتمثيل الغذائي وليله كبيره. خلاص. ده كده الاكسجين عموما. طيب تعالوا نتكلم عن ثاني اكسيد الكربون. ايه المصدر بتاعه؟ يعني ثاني اكسيد الكربون اللي دايب في البحر ده جاي منين؟ برضه جاي من الهواء، بشكل اساسي من الهواء. خلاص. بشكل رئيسي جاي منين؟ من الهواء. طيب رقم 2 بقول لك ان هو بينتج من عمليه التنفس الخلوي. يعني النبات لما بيتنفس التنفس ده بينتج ثاني اكسيد الكربون. يبقى خد بالك التنفس بنستخدم فيه اكسجين بس هو بينتج ثاني اكسيد الكربون. طيب كمان ممكن يبقى جاي من التلوث الصناعي او النشاط الصناعي عموما. نقول النشاط الصناعي بدل التلوث. النشاط الصناعي يعني الاسمده العضويه اللي الانسان بيرميها في الميه وكده، في الاخر بتنتج ثاني اكسيد الكربون او بيكون فيها ثاني اكسيد الكربون. طيب عايزين نعرف ايه اهميته؟ ايه اهميه ثاني اكسيد الكربون؟ والله ثاني اكسيد الكربون يا جماعه مهم عشان حاجه مهمه جدا جدا، هي عمليه البناء الضوئي. يعني النبات لما يعمل الاكل بتاعه بيعمل الاكل بتاعه عن طريق انه بيستخدم ثاني اكسيد الكربون. خلاص. يعني دلوقتي يا جميل كده النبات بيستخدم ميه وثاني اكسيد الكربون في وجود ضوء الشمس وصبغه اسمها الكلوروفيل عشان ينتج لي الجلوكوز اللي هو C6 H12O6 زائد طبعا ميه واكسجين. شوفوا الاكسجين نتج من العمليه دي، عمليه اسمها بناء ضوئي. يعني ايه بناء ضوئي؟ يعني بناء اكل، بناء غذاء باستخدام الضوء. خلاص. طبعا عشان نوزن المعادله دي هنكتب هنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هنكتب هنا 6 تمام، وعندنا هنا 2، نكتب هنا 12 ونكتب هنا 6 وهنا 6 عشان بس وزن المعادله. المهم ان المعادله دي بتاع ايه؟ بتاع تكوين الجلوكوز. ده كده الجلوكوز، ده كده الجلوكوز اللي النبات بيحصل منه على طاقه. الموضوع ده اسمه بناء ضوئي، بناء جلوكوز. يعني بنستخدم فيه مين؟ بنستخدم فيه ثاني اكسيد الكربون. فدي اهميه ثاني اكسيد الكربون. بيقول لك برضو معلومه ان البحر دلوقتي او الميه دلوقتي لما يكون فيها ثاني اكسيد كربون كتير في حته معينه بيروح للحته اللي ما فيهاش ثاني اكسيد كربون عن طريق الانتشار. كلمه الانتشار يعني ايه؟ يعني انتقال جزيئات ثاني اكسيد الكربون من المكان اللي فيه ثاني اكسيد كربون كتير للمكان اللي ما فيهوش. يعني انتقال الجزيئات او الايونات من الحته اللي فيها تركيز عالي للحته اللي فيها تركيز قليل. ده معنى كلمه الانتشار. يبقى احنا اتكلمنا عن ثاني اكسيد الكربون، عرفنا ايه مصدره، قلنا الهواء، تبادل غازات مع الهواء. التنفس الخلوي لما النبات بيتنفس بيستخدم اكسجين ولكنه بيطلع ثاني اكسيد الكربون. وكمان الانسان لما بيرمي حاجات في الميه دي بتدي ثاني اكسيد الكربون برضه. ايه اهميته؟ عشان النبات يعمل الاكل، مش هيعرف يعمل الاكل من غير ثاني اكسيد الكربون، لانه بيستخدم ثاني اكسيد الكربون والميه في وجود ضوء الشمس في الاعتماد على صبغه الكلوروفيل الاخضر اللي هو لونه اخضر ده عشان يكون لي الاكل اللي هو الجلوكوز. ماشي؟ طب افترضنا ثاني اكسيد الكربون ده
زاد. يعني ايه اللي هيحصل لو ثاني اكسيد الكربون ده زاد؟ قال لك لو زاد ده هيعمل لي 3 مشاكل. اول حاجه التحمض، مشكله التحمض. تاني حاجه مشاكل في التنفس. تالت حاجه ضعف المناعه. كلمه التحمض يعني ايه يا جميل؟ ثاني اكسيد الكربون ده لما بيزيد بيكون لي حمض اسمه حمض الكربونيك. حمض الكربونيك ده بيخلي البي اتش تقل، فده بيغير البي اتش، يعني بيخلي البيئه حمضيه، في حمض كتير. ما هو بنقول ايه؟ بنقول ثاني اكسيد الكربون لما بيزيد بيزود حمض الكربونيك، وحمض الكربونيك ده بيخلي البي اتش قليل تقل. الموضوع ده اسمه التحمض، ده بيأثر على الكائنات الحساسه، الكائنات اللي هي في مراحلها الحساسه زي في مرحله البيض او اليرقه. يرقه يعني لسه مولوده. خلاص، فموضوع التحمض ده بيموت الكائنات. طيب التنفس، ثاني اكسيد الكربون لما بيزيد ده بيقلل بشكل ما الاكسجين، فهيقل الاكسجين فالنبات مش هيعرف يتنفس. ما احنا قلنا الاكسجين من اهميته التنفس. فلما الاكسجين يقل، ليه الاكسجين ممكن يقل؟ بسبب زياده ثاني اكسيد الكربون. بشكل ما الاكسجين هو كمان هيقل، فده هيبوظ موضوع التنفس. طيب الدعامه، ضعف الدعامه. بقول لك الكائنات الحيه ممكن يبقى عندها دعامه خارجيه او دعامه داخليه. الدعامه الخارجيه اللي هي في جسمها من بره ممكن يبقى في ماده اسمها ماده القيتين. دي بتبقى موجوده في القشريات زي الجمبري. الجمبري متغطي بماده اسمها القيتين، او ممكن تبقى عباره عن ماده اسمها ماده كربونات الكالسيوم. ماده كربونات الكالسيوم دي ماده مش بتدوب في الميه. تاني الكائن اللي عايش في الميه في حاجه بتدعم جسمه، زي العظام عندنا، العظم ده بيدعم جسمي، الدعامه بتاع جسمي. الكائنات بقى اللي عايشه في الميه الدعامه بتاعتها يا اما تكون من بره يا اما من جوه. لو من بره في حاجه اسمها القيتين زي اللي في القشريات زي الجمبري، يا اما ماده اسمها كربونات الكالسيوم زي في المرجان. خلاص، او زي في المحار اللي هو من الرخويات، او المرجان اللي هو من اللاسعات. خلاص، احفظ اسماء الكائنات دي بقى. المهم دلوقتي كده ثاني اكسيد الكربون ده لما بيزيد بيعمل ايه؟ بص ركز. بيخلي ماده كربونات الكالسيوم اللي هي مش بتدوب في الميه دي، بيخليها تتحول لماده بيكربونات الكالسيوم. ماده بيكربونات الكالسيوم دي بتدوب في الميه. تاني، الجسم دلوقتي محوط نفسه بماده اسمها كربونات الكالسيوم ما بتدوبش في الميه. طب لما يبقى في ثاني اكسيد كربون كتير هيحول ماده كربونات الكالسيوم دي لماده ثانيه اسمها بيكربونات الكالسيوم اللي بتخلي اللي بتدوب في الميه وهتدوب بقى وتبوظ لي الدنيا. فهمت؟ حتى في مره كنت بسال طالب على جروب الاسئله، كنت بسالهم كلهم يعني على الجروب، لما لقيتهم مش بيسالوا كده فقلت اسالهم انا بقى. فقلت لهم يا جماعه حد يعرف ايه الفرق بين ماده كربونات الكالسيوم وبيكربونات الكالسيوم؟ فانا توقعت حد يقول لي كربونات الكالسيوم مش بتدوب في الميه او شحاحه الذوبان في الماء، بيكربونات الكالسيوم بتدوب في الميه فالكائن كده هيموت او يعني هيضعف. توقعت انهم يقولوا كده. لقيت الطالب بيقول لي كربونات الكالسيوم ما فيهاش بيكربونات الكالسيوم فيها يعني الفرق بينهم بي اللي هو البه اللي في الاول، يعني بيكربونات. طبعا اندهشت من المعلومات اللي عنده بصراحه. لو هو بيسمعني دلوقتي احب اقول لك برافو عليك، مش هقول اسمك خلاص، او انت وحظك بقى. طيب يبقى خد بالك بقى، ثاني اكسيد الكربون لما بيدوب كتير بيحول ماده كربونات الكالسيوم لماده بيكربونات الكالسيوم. ممكن تبقى الدعامه داخليه يعني من جوه الجسم. لو الدعامه داخليه من جوه الجسم زي ماده اسمها فوسفات الكالسيوم. ماده فوسفات الكالسيوم دي في الاسماك العظميه زي سمك البلطي مثلا. الماده دي يا جميل موجوده في الجسم من جوه، بتدعم الجسم من جوه. هي وماده ممكن تبقى لوحدها او معاها ماده اسمها ماده الكولاجين. خلاص، بقول لك بقى ان ثاني اكسيد الكربون بيبوظ الكالسيوم، بيلعب في الكالسيوم، فده يؤثر على الدعامه ويخليها تضعف. بنشرح في ايه؟ بنقول ثاني اكسيد الكربون لو زاد في الميه ده هيعمل ايه؟ ده غلط، ده خطر على الميه. طب لو ثاني اكسيد الكربون ده قل، ده هيعمل ايه؟ ده هيبوظ. بص، هو ثاني اكسيد الكربون ده كان وظيفته ايه؟ وظيفته هو في عمليه البناء الضوئي، بينتج طاقه. فكده لو قل الطاقه هتقل، مفيش طاقه هتطلع حلو. خلاص، وفي نفس الوقت غير ان الطاقه تقل مفيش طاقه، ده هيأثر على
السلاسل الغذائيه. ايه السلاسل الغذائيه دي؟ ما هو بص دلوقتي النبات بيعمل اكل، النبات ده بياكله حيوان صغير، الحيوان الصغير بياكله حيوان كبير، دي كده اسمها سلسله، الاكل ماشي بالشكل ده. طب ده ما طلعش اكل كتير بسبب ان مفيش ثاني اكسيد الكربون، فده هيأثر على السلسله كلها، فهمت؟ فده هيأثر على السلاسل الغذائيه. كمان لما ثاني اكسيد الكربون يقل يا جميل، ده هيخلي البي اتش اللي هي بتاع اللي بتقيس الرقم الهيدروجيني تزيد. فلما البي اتش تزيد ده معناه ان مفيش حمض قوي، يعني مفيش ثاني اكسيد الكربون قوي تحديدا هنا، فده هيأثر على الكائنات اللي هي كانت عايزه بي اتش معينه، هيأثر على الكائنات دي. يبقى احنا بنقول يا جماعه، بنقول لو ثاني اكسيد الكربون زاد ده هيعمل مشاكل، ولو ثاني اكسيد الكربون قل برضه ده هيعمل مشاكل. لو زاد ده هيعمل 3 مشاكل. هيعمل تحمض، يعني في حمض كتير، فده يأثر على الكائنات اللي بتخاف من الحمض او بتبقى حساسه للحمض ده. هيأثر على التنفس، هيخلي في ضعف تنفس عشان ده هيقلل الاكسجين. هيأثر على المناعه، هيعمل ضعف الدعامه، عفوا الدعامه مش المناعه، خلاص الدعامه. قلنا سواء بقى كانت دعامه خارجيه من بره الجسم او داخليه من جوه الجسم. خلاص خد بالك، لو دعامه خارجيه يعني تحديدا ماده كربونات الكالسيوم، ثاني اكسيد الكربون الكتير ده هيزودها، هيحولها لبيكربونات الكالسيوم اللي بتدوب في الميه، فهتدوب والدنيا هتبوظ. ولو داخليه فهو هيأثر على الكالسيوم اللي بيدخل في الدعامه الداخليه، فده برضه هيبوظ الدنيا. كمان ثاني اكسيد الكربون لو قل ده هيعمل 3 مشاكل. مفيش طاقه، يعني انخفاض عمليه البناء الضوئي، مفيش اكل، هيأثر على سلسله الغذاء، كمان هيأثر على البي اتش، البي اتش هنا هتزيد، فلما تزيد ده هيأثر على الكائنات اللي عايزه رقم معين من البي اتش. في حاجه اخيره بس في الدرس ده ويبقى خلصنا كل حاجه فيه. احنا قلنا في كائنات الهيكل بتاعها من بره جسمها بترسب كالسيوم من بره جسمها، اللي هي كربونات الكالسيوم تحديدا. العمليه دي اسمها عمليه التكلس. التكلس من اسمها يعني في كالسيوم بنرسبه على جسمي من بره عشان يديني دعامه. يبقى تكلس يعني ترسب ماده كربونات الكالسيوم على الجسم علشان تعطيه مناعه وقوه. وبكده خلصنا كل حرف حرفيا في الدرس السابع بفضل الله تعالى. طبعا بصراحه احنا بنجري شويه، ولكن بنشرح كل حاجه. طب بنجري ليه؟ عشان في كم كبير عايزين نظبطه ليكم وعشان نلحق نحله كده. خلاص لازم تكون واخد فكره عن كل حاجه. طب لو عايز تسمع الشرح بالتفصيل اسمع بقى الدروس الاساسيه. الدروس الاساسيه كلها نازله على المنصه بالتفصيل الممل. الدرس مشروح في ساعه مثلا او اكتر او اقل حاجه بسيطه على حسب الدرس، تمام؟ لكن احنا حاليا في مراجعه عايزين نشد حيلنا فيها ونلحق ان احنا نحل. في الدرس الثامن يا ابطال بيكلمنا عن تاثير ضوء الشمس والاشعاع الشمسي على الكائنات المائيه او اللي عايشه في الميه. يعني من الاخر الشمس ايه علاقتها بالسمك اللي عايش في الميه والنبات اللي عايش في الميه، على البيئات المائيه عموما. يبقى احنا كده هنتكلم في الدرس الثامن عن تاثير الشمس على الميه. ولكن هو في الاول بيكلمنا عن الاشعاع الشمسي، بيكلمنا عن ضوء الشمس. في الاول بيقول لك ايه؟ بيقول لك ضوء الشمس بيصل لينا على الارض في صورة موجات كهرومغناطيسية. كلمة كهرومغناطيسية جميل، يعني نفهم منها كذا حاجة. اسمها كهرومغناطيسية يعني كهرباء، مجال كهربي ومجال مغناطيسي متعامدين على بعض. يبقى موجات كهرومغناطيسية يعني ايه؟ يعني في كهرباء وفي مجال مغناطيسي في نفس الوقت. خلاص بيقول لك انها بتنتشر في الفراغ. تنتشر في الموجات دي في الفراغ. يعني ايه بتنتشر في الفراغ؟ يعني مش محتاجه وسط تنتقل فيه. يعني الصوت اللي انا بتكلم بيه ده محتاج هواء عشان ينتقل، محتاج وسط مادي. لكن الموجات الكهرومغناطيسيه مش محتاجه، دي جايه من الفضاء في الفراغ، فمش محتاجه مكان تنتقل فيه، فهي بتنتقل في الفراغ بسرعه 3 في 10 أس 8 متر كل ثانيه. يعني كل ثانيه بتمشي 3 في 10 أس 8 متر، او نقدر نقول 3 في 10 أس 5 كيلو متر هي. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بيقول لك الموجات الكهرومغناطيسيه دي يا جميل دي من ضمنها الضوء المرئي. يعني الضوء المرئي او الاشعاع المرئي اللي احنا شايفينه ده جزء منه. يعني الضوء المرئي ده جزء من كذا حاجه. يعني هو بيقول لك احنا لو هنقسمها هنبقى في موجات تاني بس عشان الحته دي بتلخبط ناس كتير، فانا عايز ابسطها بافضل شكل. الاشعه اللي جايه من الشمس يا جميل ده مش الضوء بس اللي احنا شايفينه، لا ده كذا حاجه، كذا مجال، كذا موجات، كذا نوع موجات كهرومغناطيسيه. خلاص يبقى الموجات الكهرومغناطيسيه كذا
نوع كذا نوع موجات، مش حاجه واحده اللي احنا شايفينها الضوء المرئي بس. ده الضوء المرئي اللي احنا بنشوفه، النور اللي بينور لنا ده حاجه واحده بس من ضمن الموجات اللي بتيجي من الشمس. وبيقول لك انها بتختلف عن بعضها في التردد والطول الموجي. يعني اكتر واحده عندها طول موجي حاجه اسمها موجات الراديو. يبقى موجات الراديو دي يا جميل عندها اكبر طول موجي، يعني الطول الموجي بتاع الموجات دي كبير جدا. خلاص، طول الموجه يعني. طيب اللي اصغر منها على طول الموجات الميكرومتريه. بعد كده في موجات اسمها الموجات الاشعه تحت الحمراء. بعد كده بقى في الضوء المرئي، موجات الضوء المرئي اللي احنا بنشوفه ده بيقول لك ده بيتراوح من 400 ل 700 نانومتر. هو ايه ده؟ ده الطول الموجي. طول الموجه الواحده بيصل للحجم ده في الضوء المرئي. بعد كده عندنا بقى الاشعه الفوق بنفسجيه. بعد كده عندنا الاشعه السينيه. بعد كده عندنا اقصر واحده في الطول الموجي هي اشعه جاما. وعايزك تركز معايا، بنقول ايه؟ بنقول ان الاشعه اللي جايه من الشمس مش بس النور اللي احنا شايفينه، مش بس الضوء المرئي اللي احنا شايفينه، لا ده الضوء المرئي اللي احنا شايفينه ده واحد من ضمن الموجات اللي جايه من الشمس. في موجات راديو، في موجات مايكرومتريه، في موجات تحت حمراء، انت فاهم؟ فاطول واحده في الطول الموجي ده كله هي موجات الراديو، اكبر طول موجي، والطول الموجي بتاعها اكبر ما يمكن. وخد بالك بقى ان كلمه طول موجي بتتناسب عكسيا مع التردد. يعني ايه الكلمه دي؟ هو يعني ايه كلمه تردد اصلا؟ كلمه تردد يعني عدد الموجات في الثانيه، عدد الموجات في الثانيه. فانا لما اقول لك ان موجات الراديو عندها اكبر طول موجي يبقى عندها اقل تردد. ما هو كلمه الطول الموجي عكس التردد. فلما اقول لك ان موجات الراديو الطول الموجي بتاعها كبير او اكبر حاجه يبقى التردد بتاعها صغير قوي. خلاص، وهكذا بقى بالترتيب ده. اكتر حاجه للموجات الراديو، بعد كده الموجات الميكرومتريه، بعد كده الاشعه تحت الحمراء، بعد كده الضوء المرئي. الضوء المرئي يا جميل اللي احنا بنشوفه يعني، وده برضو بيقسمه لك، لازم تكون عارف التقسيمه دي. متقسمين في كلمه اسمها حرص خزين. ازاي؟ حرف الحاء الاحمر، الضوء الاحمر. حرف الراء برتقالي. حرف الصاد الضوء الاصفر. حرف الخاء الاخضر. حرف الزين الازرق. حرف الياء النيلي. اخر حاجه الحرف النون بنفسجي. مالها يعني الالوان دي؟ لازم نكون حافظها بالترتيب ده، عشان اكتر واحد عنده طول موجي هو الضوء الاحمر تقريبا 700 نانو، لكن اصغر واحد هو البنفسجي. فانا لما اقول لك مين اكتر واحد عنده مين اكبر واحد في الطول الموجي في الضوء المرئي في الالوان اللي جايه من الشمس؟ الاحمر. مين اصغر واحد في الطول الموجي؟ البنفسجي. فاهم؟ طب مين اكتر واحد عنده تردد؟ اكبر واحد في التردد البنفسجي، لانه اصغر طول موجي. ما احنا قلنا بقى عكس بعض. يا جماعه ما بنقولش انجليزي، كلام عربي سهل بسيط، فلاحي، فيومي، اسكندراني، قاهري، كل اللغات. تمام؟ بنتكلم لغات كتير اهو. بنقول ان الموجات اللي جايه من الشمس ممكن تبقى موجات الراديو، بتاع الراديو اللي بيشغل الراديو. ممكن تبقى موجات مايكرومتريه بتستخدم في حاجات معينه. ممكن تبقى الاشعه تحت الحمراء، اشعه تحت الحمراء اللي بتخلينا نحس بالسخونه. الاشعه تحت الحمراء اللي هي السخونه. مش انت الشمس دي بتحس بالاشعه اللي جايه فيها بسخونه؟ السخونه دي عشان الاشعه تحت الحمراء اللي فيها. طب وبتشوف ضوء معين جاي من الشمس، الضوء ده اللي هو الضوء المرئي. في اشعه ثانيه مش بشوفها اسمها الفوق بنفسجيه، دي على فكره باستمرار بتعمل سرطان والعياذ بالله، فخدوا بالكم في التعرض للشمس في اوقات معينه وباستمرار. واخر حاجه اشعه جاما. لا، في الاشعه السينيه وفي بقى اشعه جاما. خلاص؟ طيب، وعرفنا الضوء المرئي متقسم بالشكل ده. ايه علاقه ده بالبحر؟ يعني ايه علاقه ضوء الشمس بالبحر؟ قال لك لو انا عندي بحر كده اهو، اشعه الشمس يا جميل لما بتسقط على الميه بتعكس الاشعه دي اصلا. يعني الميه لما الاشعه بتسقط بشكل عمودي فبتنعكس، مقدار كبير منها بينعكس عن الميه. يبقى لما الاشعه بتسقط على الميه بشكل مائل بزاويه كده اهو مايله يعني، فجزء كبير منها بينعكس عن الميه. ولكن لو الاشعه سقطت عمودي كده، سقط بشكل عمودي كده اهو، فجزء صغير من الاشعه بس هو اللي هينعكس. يعني لو الضوء بتاع الشمس سقط عمودي هينزل جوه الميه، ينزل جوه البحر، جزء بسيط بس هو اللي هيرجع تاني. انت فاهم؟ فدي بتيجي في الامتحان يقول لك هو ضوء الشمس لما بيجي على البحر
امتى اقول ان جزء كبير منه هينعكس؟ لو الضوء سقط كده سقط مائل كده اهو، جزء كبير منه هينعكس. طب لو الضوء سقط كده عمودي، عمودي يعني بيعمل زاويه 90، يعني كده اهو، كده اهو، كده عمودي كده زي القلم ده كده سقط كده، والبحر اهو، يبقى جزء بس هو اللي هينعكس، واغلب الاشعه هتنزل تحت في الميه. الاشعه بقى لما بتنزل في الميه جميل، الاشعه لما بتنزل في الميه جميل، النبات اللي في الميه ما بيصدق، العوالق النباتيه والنبات عموما، وبرضو العوالق الحيوانيه او الحيوانات اللي عايزه نور وكده، ده كله بيستفيد من الضوء بشكل مختلف حسب هو ايه. يعني النبات والطحالب اللي موجود في الميه بيستخدم الضوء بتاع الشمس ده عشان يعمل بقى عمليه البناء الضوئي ويعمل الاكل والكلام ده. لذلك نلاقي ان ضوء الشمس لما بيسقط في الميه بيخلص ازاي؟ يعني الشمس، اشعه الشمس لما بتيجي في الميه مش بتيجي لحد البحر من تحت خالص، لا، جزء منها قلنا بينعكس، وجزء النبات بيستخدمه، وجزء الميه بتمتصه، فالميه فالاشعه بتخلص. عشان كده بنقسم البحر يا جميل لثلاث مناطق. في منطقه اسمها المنطقه المضاءه. المنطقه المضاءه دي يا جميل بيصل لها ضوء الشمس بشكل كافي، لعمل البناء الضوئي. يعني اي نبات في الحته دي بيكون مبسوط عشان بيجيله ضوء كتير بقى، بيعمل اكل بقى والدنيا حلوه. تاني منطقه يا جميل اسمها المنطقه الشفقيه او ذات الاعماق المتوسطه. وتسمى الشفقيه او متوسطه العمق علشان الضوء اللي بيصل لها نور بس مش كافي. خد بالك انه غير كافي لعمل عمليه البناء الضوئي. يعني عمليه البناء الضوئي مش بتتعمل هنا، خد بالك بتيجي في الامتحان. اخر منطقه اللي مش بيجي لها ضوء خالص دي المنطقه المظلمه. المنطقه دي يا جميل المظلمه دي كده مش بيصل لها نور اصلا، فالسمك اللي فيها بقى حزين. هنعرف ازاي بيستفيد او ازاي بيعوض الموضوع ده فيما بعد. فهمنا؟ يبقى البحر اول حته فيه اسمها منطقه مضاءه، يعني منوره زيكم كده دلوقتي انتوا والمنهج. تاني منطقه اسمها المنطقه الشفقيه، الضوء وصل لها بس مش كافي لعمل بناء ضوئي والاكل وكده. اخر منطقه هي المنطقه المظلمه. بعد كده جميل بيقول لنا ايه، ركز في ده عشان مهمه. بيقول لنا ان ضوء الشمس لما بيجي، السخونه بتاع الشمس، الاشعه تحت الحمراء اللي هي السخونه، الاشعه تحت الحمراء بتمتص كلها على مسافه 10 سنتيمتر. يعني اول ما اشعه الشمس بتيجي في الميه، الاشعه تحت الحمراء بتمتص كلها في المنطقه اللي بتساوي 10 سنتيمتر. خلاص؟ طيب وبعد كده، طب بالنسبه للاشعه، اشعه الضوء المرئي يعني النور اللي احنا شايفينه، بيقول لك ان 50% منه بيمتص عند مسافه 10 متر. يعني 10 متر 50% من الضوء المرئي اللي هو ده، 50% منه الميه بتكون امتصته خلاص. وعلى مسافه 100 متر بيكون 99% منه امتص. يعني مفيش غير 1% بس اللي هو اللون الازرق تحديدا، اللون الازرق هو اللي بيكمل بعد كده. تاني عشان الناس اللي سرحت مني، بنقول ايه؟ بنقول مش الشمس فيها الكلام ده كله، اشعه الشمس او موجات الشمس فيها ده كله. الاشعه بقى دي اللي هي تحت الحمراء دي بتمتص على مسافه 10 سم، يعني 10 سم كل ده بيروح الميه بتاخده. طيب وعلى مسافه 10 متر نص الضوء المرئي بيمتص، الميه بتنصه، او يعني النبات اللي في الحته دي او ايا يكن، المهم انه خلاص خلص. وعلى مسافه 100 متر 99% من اشعه الضوء المرئي ده بيبقى امتص، بيتبقى 1% بس اللي هو في نطاق الضوء الازرق. وبيقول لك ان الضوء الازرق والضوء البنفسجي يا جميل، بيقول لك ان دي الوان بارده. انتوا عارفين انها كده بارده وقصيره الطول الموجي، يعني طولها الموجي قصير، فدي بتكمل في الاعماق عادي، على عكس مثلا الالوان الساخنه اللي هو الاحمر والبرتقالي، بيقول لك ان دي عشان طولها الموجي كبير فبتمتص في الاول. تاني تيجي في الامتحان دي في الميه مين اللي بيمتص الاول، الاحمر ولا الازرق؟ لا، الاحمر والبرتقالي بيمتصوا قبل الازرق والبنفسجي. ليه؟ عشان دي طولها الموجي كبير فبتمتص على طول، على عكس دي الازرق والبنفسجي طولها الموجي صغير فبتمشي في الاعماق. ماشي يا جميل؟ طيب احنا عمالين نشرح ضوء الشمس والميه بتمص ومش عارف ايه علاقه السمك بالموضوع ده؟ يعني السمك بيتاثر اصلا بالكلام ده ولا لا؟ في الحقيقه جميل ايوه طبعا بيتاثر بالموضوع ده. ده اشعه الشمس، ضوء الشمس
بتأثر على توزيع الكائنات اللي عايشة في المية. الطحالب والنباتات اللي عايزة تعمل عملية بناء ضوئي ومحتاجة ضوء الشمس بتكون موجودة على مسافة 100 متر في الأول اللي هو الحتة اللي فيها أغلب الضوء. يبقى أغلب الكائنات اللي عايزة تعمل عملية بناء ضوئي وكده بتكون موجودة على مسافة لا تتخطى ال 100 متر. تلاقي مثلا حاجة زي الشعاب المرجانية أو المرجان. الشعاب المرجانية ده جميل بيكون عايش جواها نوع من الطحالب، في نوع نبات طحالب محتاج يعمل عملية البناء الضوئي، فلازم يكون موجود قريب برضه في السطح، في المياه الضحلة، يعني في المياه السطحية مش تحت خالص. تمام. تلاقي الطحالب دي بتعمل اكل وبتدي للمرجان. المرجان ده حيوان، وتلاقي المرجان مش بشتمه هو فعلا كده، وتلاقي المرجان يا جميل بيدي مواد غذائيه برضه للطحالب. يعني العلاقه ما بينهم علاقه تبادل منفعه. يعني ايه تبادل منفعه؟ يعني الاثنين بينفعوا بعض. والطحالب دي اسمها طحالب تكافليه. تاني عشان الناس اللي سرحت مني وعايزه تصوت، تمام؟ وصوتوا بس بالانتخابات مش هنا. دلوقتي يا جميل بنقول ايه؟ ان ضوء الشمس بيؤثر على توزيع الكائنات. ازاي يعني؟ يعني اغلب الكائنات بتبقى عايشه في السطح، على السطح. ليه؟ عشان عايزه النور، عايزه الضوء. ليه؟ عشان تعمل عمليه البناء الضوئي. تحديدا الطحالب والنباتات عايزه تعمل عمليه بناء ضوئي، هي اسمها عمليه بناء ضوئي، يعني عايزه ضوء. فعشان كده اغلب الكائنات دي بتبقى عايشه على مسافه ما تزيدش عن 100 متر. تلاقي مثلا نوع من الطحالب اسمه الطحالب التكافليه، بيبقى عايش جوه المرجان بيديله حاجات وهو بياخد حاجات من المرجان، بيستفيدوا من بعض، بيتبادلوا منفعه من بعض. ماشي؟ طيب تلاقي كمان يا جميل ضوء الشمس بيخلي حتت معينه دافئه او بيخلي الميه دافيه سخنه يعني، وبيخلي حتت من الميه بارده. فتلاقي السمك اللي عايز الميه الدافيه بيعيش في الميه الدافيه اللي هو عند خط الاستواء، زي سمكه التونه وسمكه البراكودا. سمكه التونه والبراكودا عايزه ميه سخنه، ميه دافيه. اما في سمك تاني عايزه ميه بارده بعيد عن خط الاستواء، بعيد عن السخونه، زي سمكه اسمها سمكه القد. خلاص؟ طيب تلاقي كمان يا جميل ان ضوء الشمس بيعمل طيارات اسمها طيارات محيطيه. طيارات محيطيه يعني الميه بتتحرك، يخلي الميه تتحرك بشكل ما، فالميه يخليها تتحرك نحو شمال المحيط الاطلسي. عارف؟ بص شايف مصر؟ عارف خريطه مصر؟ دي مصر هنا كده في قاره افريقيا مثلا، ده مثال. طبعا هنا اسيا وهنا اوروبا. تلاقي بقى الشمس بتخلي الميه تمشي كده اهو ناحيه شمال اوروبا، فتخلي الميه تمشي من الحتت دي تيجي ناحيه هنا، يعني الميه الدافيه تنتقل في التيار ده ناحيه هنا. فالكائنات اللي عايشه في شمال اوروبا تتبسط ان الميه بقت دافيه وحلوه والمواد الغذائيه انتقلت برضو بالشكل ده. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان ضوء الشمس بيعمل طيارات ميه، بيخلي الميه تتحرك مثلا، بيخليها تتحرك نحو شمال المحيط الاطلسي، نحو غرب اوروبا. دي قاره اوروبا اهي، اوروبا شطار في الدراسات طبعا. فالكائنات اللي عايشه هنا تزدهر وتبقى حلوه، وده اسمه تيار الخليج. هو اسمه كده. خلاص؟ الميه بتنتقل بالشكل ده نحو غرب اوروبا. خلاص؟ بيقول لك كمان ان لما شده الشمس تقل او تتغير ده هيأثر على البيئه المائيه برضو. يعني التغير في شده الاضاءه او في شده وجود الشمس وكده، ده بسبب بقى اختلاف المناخ او اختلاف حاجه زي كده، ده هيؤثر على البيئه المائيه عموما. زي مثلا في المناطق القطبيه، المناطق القطبيه اللي هي المناطق البارده، مفيش فيها شمس حلوه، مفيش فيها شمس بدرجه كافيه، فالتمثيل الضوئي او النبات يعني يعمل تمثيل ضوئي دي بتقل عشان مش لاقي ضوء، مفيش شمس، فده هيؤثر على كفاءه الحياه هناك. ده كله عشان نشرح كلمه ونص. ايه هي الكلمه ونص؟ ان الشمس مهمه للبحر، مهمه للكائنات اللي عايشه في البحر. ليه؟ اغلى او اثبت ده، هثبت لك حاضر. بنقول ان اغلب الكائنات اللي عايشه في البحر عايشه على مسافه ما تزيدش عن 100 متر. خلاص؟ بنقول زي مثلا الطحالب والنباتات، زي الطحالب التكافليه اللي عايشه جوه حيوان المرجان، بيدوا لبعض اكل وبياخدوا اكل من بعض وكده. تمام؟ بنقول ان الشمس كمان بتخلي مناطق معينه دافئه، فالمناطق الدافئه دي بيعيش فيها سمك اللي عايز ميه دافيه، زي سمكه التونه وسمكه البراكودا. في سمك تاني عايز ميه بارده زي سمكه القد، عايشه بعيدا عن خط الاستواء في ميه بارده، مش سخنه يعني، مش دافئه. خلاص؟ بنقول كمان ان الشمس
بتعمل تيارات محيطيه زي تيار الخليج اللي بينقل الميه من فين لفين؟ نحو شمال اوروبا، عفوا نحو شمال المحيط الاطلسي غرب اوروبا. خلاص؟ بنقول كمان ان لو الضوء اتغير ده هيؤثر على الكائنات الحيه، زي مثلا في المناطق القطبيه اللي هي بارده قوي مفيش شمس، فالنبات مش عارف يعمل الاكل بتاعه، فده هيخلي الحياه لا تزدهر وتضمحل. خلاص؟ وبكده يبقى خلصنا مع بعض الدرس الثامن، واللي كنا بنتكلم فيه عن تاثير الضوء بتاع الشمس على السمك والكائنات المائيه عموما. تعالوا يا جميل نتكلم عن الدرس التاسع. في الدرس التاسع بيكلمني عن اثر الضغط اللي بيعمله الميه على الكائنات اللي عايشه في الميه. في البدايه بس بيجيب لي سيره كلمه اسمها الموائع. كلمه الموائع يا جميل المقصود بيها السوائل والغازات. يبقى كلمه الموائع دي المواد اللي قابله للانسياب. انسياب يعني نقول كده بالبلد الانسكاب، انها تتكب، انها تنسكب وتمشي وتتحرك. السائل والغاز زي الميه، زي العصير، زي العسل، الكلام ده كله، زي الاكسجين اللي في الهواء، دي بنقول عليها موائع. بيقول لنا بقى ان الغازات يا جميل دي مواد قابله للانضغاط، اما السائل دي غير قابل للانضغاط. يعني ايه بقى الغازات قابله للانضغاط والسوائل غير قابله للانضغاط؟ يعني ببساطه الغازات يا جميل قابله لان انا اضغطها. يعني انا لو معايا بالونه مثلا، بالونه نفختها خلاص، والبالونه دي جيت ضغطت عليها، الغاز اللي فيها، الهواء اللي فيها هينضغط عادي، هيتضغط على بعضيه عادي. ولكن السائل اللي هي الميه مثلا مش بتضغط. يعني انا لو معايا بالونه مليتها ميه وجيت اضغط كده اهو مش هتضغط، مش هلاقيها اتضغطت. نفس الكلام لو معايا مثلا حقنه او سرنجه، او ممكن انتوا بالكم بتسموها ابره، تمام؟ الحقنه دي سديتها، حطيت فيها الاول ميه، حطيت فيها ميه، حطيت ميه كتير كده وسديتها من قدام، وجيت ضغطت على المكبس، يعني كبست الحقنه دي كده اهو، كبست ضغطت. هل الميه هتنضغط؟ يعني هل الميه هتلاقيها عملت كده اهو؟ لا، الميه غير قابله للانضغاط، او السوائل غير قابله للانضغاط. خلاص؟ طيب، ولكن يا جميل الميه نفسها بتسبب ضغط. يعني الميه تقيله بوزنها بقى وبحملها دي تقيله، عشان كده الغواص ما ينفعش ينزل يعوم ويغطس في اماكن تحت من غير ما اجهزه خاصه، عشان هيتاثر بضغط الميه، ممكن يموت حرفيا، ممكن الرئتين تنفجر ويموت خلاص بسبب ضغط الميه. طب تعالوا نفهم يعني ايه الضغط. يعني ايه ضغط السائل؟ يعني انا دلوقتي مثلا معايا كوبايه فيها ميه، انا بقول ايه؟ بقول الميه دي عامله ضغط، الميه دي بتضغط. خلاص؟ يعني ايه بقى الضغط مثلا عند النقطه دي او عند الحته دي؟ يعني ايه الضغط اللي انا برمز بحرف البي عند النقطه دي؟ بقول لك الضغط يعني وزن السائل، وزن عمود السائل، يعني وزن الميه دي من الاخر اللي مأثره على النقطه دي، بس ببساطه. يبقى الضغط عند النقطه دي يعني وزن السائل اللي بيأثر على طبعا بيقول لك وحده المساحات المحيطه بالنقطه دي، وزن الحته دي يا جماعه، ده بسميه ضغط السائل. شكرا. يعني لما اقول مثلا ضغط السائل في الحته دي ب5، ده معناه ان وزن عمود الميه ده ب5. طبعا مع اعتبارات اخرى هنتكلم عنها بعدين. طب 5 ايه؟ 5 كيلو ولا 5 ايه؟ لا، قال 5 اما تقول باسكال او نيوتن لكل متر مربع. يعني انا عايز اقول يا جميل، عايز اقول ان الضغط بنقيسه بوحده من اتنين، يا اما وحده الباسكال يا اما وحده النيوتن لكل متر مربع، دول بيكافئوا بعض، يعني زي بعض. خلاص؟ طيب يبقى ده كده معنى ضغط سائل. يبقى ضغط السائل ده بيعادل وزن عمود الميه اللي بيعلو وحده المساحات المحيطه بالنقطه دي. خلاص؟ وبيتقاس بوحده دوليه اللي هي وحده الباسكال. لو قال لك ايه هي الوحده الدوليه اللي العالم كله اتفق عليها يقيس بها الضغط، ضغط السائل، هي وحده الباسكال، ودي بتكافئ وحده نيوتن لكل متر مربع. بعدين بيكلمني ان في كلمه اسمها القوه الضاغطه. بقول لك القوه الضاغطه دي ناتجه من الضغط، من ضغط السائل، ودي بتساوي القوه الضاغطه اللي برمز لها بحرف الاف دي بتساوي الضغط في المساحه، وبقيسها بوحده النيوتن، والنيوتن دي بقيسها بوحده النيوتن. القوه الضاغطه يا جميل بكل بساطه هو ضغط السائل.
يعني القوة الضاغطة هي ضغط السائل، ولكن المؤثر على مساحة معينة. يبقى الضغط السائل يعني ايه؟ كلمة ضغط سائل معين يعني وزن عمود المية اللي فوق تلك النقطة دي، واللي ممكن بيأثر على وحدة المساحات المحيط بالنقطة دي. طيب كلمة بقى القوة الضاغطة، القوة الضاغطة هو الضغط، ولكن المؤثر على مساحة معينة، مساحة مقدارها أي رقم غير الواحد. خلاص؟ طيب يبقى الضغط يعني وزن عمود السائل ده يعادل وزن عمود السائل ده. القوة الضاغطة هو برضه وزن عمود السائل بس المؤثر على مين؟ على مساحة معينة، قدر معين من المساحة. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نقدر يا جميل نعرف الضغط المؤثر على قاع الإناء ده لو افترضنا إن وزن الإناء ده أو عفوا وزن السائل ده اف جي. خلاص؟ وهيبقى كده نقدر نستخدم نفس القانون ده، الوزن او القوة الضاغطة بتساوي P اللي هو الضغط بتاع السائل وهنا المساحة. تاني عشان الناس اللي تاهت، انا معايا قانونين كتبتهم لك دلوقتي لازم تكون عارفهم. اول قانون بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت عايز القوة الضاغطة فهي بتساوي الضغط في المساحة، وانت بقى فاهم يعني ايه قوة ضاغطة؟ يعني الضغط بتاع السائل اللي بيأثر على مساحة معينة. طيب اقدر اعرف الضغط ازاي من القانون ده؟ تقسم الوزن بتاع السائل او تقسم القوه الضغط بتاع السائل على المساحه. طب مثال مثلا قال لك دي ب 1000 نيوتن، وقال لك دي ب 10 متر مربع مثلا، فانت بقى عايز تعرف القوه الضاغطه، سهله من المثلث اللي قدامك. القوه الضاغطه هتساوي اف جي على ايه؟ هتساوي 1000 على 10 هتساوي 100 باسكال. 100 باسكال او نقدر نقول 100 نيوتن لكل متر مربع، هي نفس الوحده بالكفاءه. فاهم انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول لك تقدر تستخدم المثلث ده في القوانين عامه. هو المثلث ده ادي الضغط بتاع السائل، ادي القوه الضاغطه، وادي المساحه. نقول القوه الضاغطه او الوزن، خلاص، لانهم في حاله معينه بيساووا بعض عادي. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده كله بنشرح في مين؟ بنشرح في الضغط اللي بتسببه الميه، اللي بيسببه السائل، ضغط السائل والقوه الضاغطه والكلام ده. طيب خد بالك احنا عايشين فين؟ تقول لي عايشين في البيت، اقول لك برافو عليك صح. احنا عايشين في الكره الارضيه، صح؟ ادي الكره الارضيه. احنا دلوقتي كده طلاب اولى ثانوي والشطار اللي بيذاكروا علوم متكامله عايشين هنا على سطح الارض. الارض دي فيها هواء ولا لا؟ تقول لي طبعا فيها هواء. طيب الهواء بقى ده جميل، الهواء ده بيعمل لي غلاف اسمه ايه؟ اسمه الغلاف الجوي. الهواء بيعمل لي غلاف اسمه الغلاف الجوي. طيب بيقول لك وزن عمود الهواء ده بيضغط عليا انا كطالب اولى ثانوي. فلما يضغط عليا بيعمل ضغط هو كمان، بس بسمي الضغط ده الضغط الجوي. الضغط الجوي ده عند البحر، عند سطح البحر بسميه او عفوا بيساوي 1 ضغط جوي، اللي هي بتعادل 1 ضغط جوي، او اقدر اقول 1.13 من 1000 في 10 أس 5 نيوتن لكل متر مربع. تاني مش بنقول حاجه صعبه يا جماعه. في هواء ولا مفيش؟ تقول لي في هواء. طب الهواء ده بيضغط عليا دلوقتي ولا لا؟ بيضغط، بس بشكل ما بيخليني مش متاثر يعني. طب بيضغط ازاي؟ او يعني ايه بيضغط يا جماعه؟ مش انت لو شايل الكتب على ايدك هتضغط على ايدك؟ نفس الكلام، الهواء ده بيضغط عليا او عفوا عامل ضغط معين اسمه الضغط الجوي. الضغط الجوي يعني الضغط اللي في الجو، الهواء بيعادل ايه؟ يعني الضغط الجوي ده بيعادل وزن عمود من الهواء. وزن عمود هواء اهو مساحته بواحد وطوله بيساوي ارتفاع الغلاف الجوي اللي هو 1000 كيلو متر مربع تقريبا. خلاص، يعني الحته دي كده اهو، العمود ده كده اهو، العمود ده عمود الهواء ده. طب بكام بقى الضغط الجوي؟ بواحد ضغط جوي. ما هو الضغط الجوي بيتقاس بوحده الضغط الجوي، يعني عند البحر، عند سطح البحر الضغط بواحد ضغط جوي، وهي بتعادل 1.13 من 1000 في 10 أس 5 نيوتن لكل متر مربع. خد بالك عشان ممكن يجيبها لك في الامتحان، يقول لك مثلا لو عندي 2 ضغط جوي هيبقى بيعادلوا كام؟ بيساووا كام؟ خلاص، فانت بضرب الواحد ضغط جوي بيساوي الرقم ده 1.13 من 100 في 10 أس 5 نيوتن لكل متر مربع. تعالى اديك معلومه كمان مهمه. دلوقتي يا جميل احنا قلنا عند البحر، قلنا عند سطح البحر الضغط
الجوي ممكن نعملها بالشكل ده، الضغط الجوي بيساوي ايه؟ بيساوي 1. طيب لو في سمكه مسكينه عايشه في البحر من تحت كده، السمكه المسكينه دي يا جميل بتتاثر بالضغط بتاع الجو اللي فوق وبضغط الميه نفسها. يعني هي متاثره بضغطين كده، يعني نقدر نقول ان الضغط الكلي بيساوي الضغط الجوي زائد الضغط السائل. تاني، لو في سمكه عايشه في البحر تحت متاثره بكام ضغط؟ 2، ضغط الجو ضغط الهواء اللي فوق اللي مأثر على الميه، وضغط الميه نفسها. يبقى الضغط الكلي بيساوي الضغط الجوي زائد الضغط السائل. خد بالك بقى عشان ممكن يجي لك في الامتحان يقول لك الضغط المؤثر على نقطه معينه في البحر بيساوي ايه؟ قول له بيساوي ضغط الجوي زائد الضغط السائل. طيب وخد بالك برضو كمان ان انا كل ما انزل مسافه 10 متر كل ما الضغط الجوي بيبقى واحد، بيزيد بمقدار 1. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بص على مسافه 10 متر الضغط الكلي المؤثر ب2. جو منين الاثنين دول؟ واحد اللي هو بتاع الجو وواحد اللي هو بتاع السائل ده. تاني انا دلوقتي عند سطح البحر. عند سطح البحر ضغط الهواء بكام؟ ب1. ضغط الجو ب1. بقول لك بقى انا ايه؟ بقول لك كل ما انزل مسافه 10 متر كل ما الضغط بيزيد بمقدار 1. يعني انا لو نزلت 10 متر الضغط هيبقى كام؟ هيبقى 2. ما انا نزلت 10 متر كده في واحد زاد على الواحد اللي كان فوق، فالضغط الكلي بعد 10 متر ب2. طب 20 متر هيبقى ب3. طب 30 متر هيبقى 4. انت فاهم؟ فكل ما انزل 10 كل ما ازود 1. انا على السطح على مسافه 0 الضغط ب1. طب نزلت 10 بقى 2، 10 كمان بقى 3، 10 كمان ب4 وهكذا. فهمت؟ طب لو اقول لك على مسافه 100 اقسم 100 على 10 يديك 10 واجمع واحد اللي هو كان فوق خالص يبقى 11. يعني انا لو نزلت مسافه 100 متر الضغط الكلي هيبقى 11. خلاص؟ طيب يبقى احنا كده يا جماعه بنقول ايه؟ بنقول ان احنا كل ما ننزل في الميه من تحت كل ما الضغط بيزيد. يعني انا يا جماعه لو فتحت فتحه في الكوبايه دي، فتحه رقم 1 هنا وفتحه رقم 2 هنا، انهي فتحه فيهم هيبقى عندها الضغط اكبر؟ هل الفتحه دي ولا الفتحه رقم 2 دي؟ اكيد الفتحه رقم 1. كل ما العمق يزيد كل ما انزل تحت كل ما الضغط يزيد. وبالتالي هو بيقسم لي بقى الكائنات اللي عايشه في الميه لكائنات عايشه على اعماق سطحيه، عايشه فوق في الميه من فوق مش فارق معاها الدنيا، وسمك تاني عايش على اعماق متوسطه، وسمك تاني عايش على اعماق سحيقه او عميقه عايش تحت خالص. السمك اللي عايش على اعماق سطحيه جميل زي السردين كده، السمك ده مش فارق معاه، مش مضغوط قوي، يعني عليه عايش على مسافه بسيطه فالضغط مش مؤثر عليه قوي، وبالتالي ما عندوش وسائل تحميه من الضغط بتاع الميه، لان هو يعني هو عايش في الاستخبص كده بيلعب وبيخرج ومش بيذاكر ولا بيعمل اي حاجه ولا عليه ضغط ولا اي حاجه. تمام؟ وانا ما اقصدش السردين هنا. طيب اما الكائنات اللي عايشه على اعماق متوسطه زي سمكه السلمون فدي لا، دي عايشه على اعماق متوسطه يعني من 200 متر ل 1000 متر. دي بقى حاسه بالمسؤوليه شويه. حاسه بالمسؤوليه ازاي؟ يعني عندها وسائل تساعدها على تحمل الضغط، زي بقول لك عندها مثانه هوائيه، يعني مثانه بتملاها هواء، اول ما تلاقي نفسها مضغوطه عايزه تطلع لفوق شويه تملى المثانه دي هواء فتطلع فوق، عايزه تنزل تحت شويه تفضي المثانه من الهواء. انت فاهم؟ يعني المثانه الهوائيه دي من ضمن الحاجات اللي بتخليها تتحمل الضغط المتوسط اللي هي عايشه فيه، اللي هو ضغط على مسافه من 200 ل 1000 متر. خلاص؟ اما بقى الكائنات اللي عايشه في واطيه تحت خالص، في اعماق تحت خالص، زي سمكه الراي، دي عايشه على مسافه اكبر من 2000 متر، يعني عايشه في اعماق سحيقه. بقول لك ان الاسماك دي يا جميل ربنا خلقها انها تتحمل الضغط العالي ده، بس خد بالك بقى ان ما عندهاش مثانه هوائيه، يعني هي ما عندهاش مثانه هوائيه، مستبدلها بمثانه فيها سوائل. ازاي بقى وليه؟ هي يا جميل ما عندهاش مثانه فيها هواء عشان هي في اماكن مضغوطه، فالضغط الجامد ده ممكن يخلي المثانه الهوائيه تنفجر فما تعرفش تعيش، فعشان كده المثانه اللي بتاعتها فيها سوائل. السوائل مش بتضغط فهي مش هتضغط. انت فاهم؟ يعني هي كان عندها بالونه، البالونه دي ما فيهاش هواء، دي فيها ميه، فيها سائل. خلاص؟ ده حتى عندها بيقول لك الكبد فيه زيوت، يعني عندها كبد فيه زيوت، مواد سائله يعني، فالمواد السائله دي ما بتضغطش. انت لو معك بالونه فيها هواء لو ضغطت قوي على البالونه دي تضغط وتنفجر، هتطق صح؟ طب لو البالونه دي فيها ميه مهما تضغط مش هتطق، مش هتنفجر.
لان اصلا الميه مش بتضغط، فعشان كده هي عندها كبد مليان زيت اسمه الكبد الكبير. خلاص، مش الكبير قوي لا. طيب بيقول لك كمان ان الخلايا بتاعتها، الاغشيه بتاع الخلايا بتاعتها بيكون فيها مواد دهنيه او دهون، فيها دهون غير مشبعه. يعني ايه دهون غير مشبعه بقى؟ يعني دهون بتخليها سائله. دهون بتخليها سائله، يعني دهون بتخليها تسمح لها بحريه الحركه. خلاص، دهون مش صلبه. تاني، في نوعين من الدهون، في حاجه اسمها دهون مشبعه، دي الدهون الروابط اللي فيها كلها احاديه، فتلاقيها دهون صلبه، مواد صلبه ماسكه نفسها صلبه. لكن في دهون تانية غير مشبعه فيها روابط احاديه وروابط ثنائيه، مش علينا اول القصه دي، بس انا عايزك تبقى عارف ان الدهون الغير مشبعه اللي عند الكائنات دي بتخليها ايه؟ سائله، بتخليها بيقول لك بتحافظها، بتخليها تحافظ على السيوله بتاعتها. ماشي؟ طيب انت خليك عارف ان سمكه الراي اللي عايشه في اعماق سحيقه، عايشه في الميه من تحت خالص، ما عندهاش هواء، ما عندهاش مثانه هوائيه، ولكن المثانه بتاعتها فيها سائل، عندها كبد اسمه الكبد الكبير فيه زيوت كتير، عشان لما تضغط ما يجرالهاش حاجه. الجسم بتاعها نفسه على فكره مضغوط برضه. طيب بيقول لك برضه ان الكائنات اللي عايشه في الاعماق بيكون الدعامه بتاعتها ممكن تبقى عظميه من العظم، وممكن تبقى غضروفيه، غضروف. ممكن تبقى عظميه زي سمكه البلطي والبوري، ممكن تبقى غضروفيه زي سمكه القرش والراي. وركز معايا، الهيكل اللي جوه ممكن يبقى عظم زي سمكه البلطي والبوري، وده بيتحمل الضغط، متين كده وكبير، مهما تضغط عظم قوي. ولكن زي سمك القرش والراي عندهم هيكل غضروفي مرن، بياخد ود معاك زي الاستك كده، تضغط عليه مش اللي هو بيتضغط ويتكسر وكده، لا، مرن بيتحمل الضغط. تمام؟ فخد بالك عشان بيجي في الامتحان البلطي والبوري عندهم هيكل عظام، الراي والقرش عندهم هيكل غضروفي مرن. طيب كده احنا اتكلمنا يا جميل في الدرس التاسع عن الضغط وتأثيره على الكائنات المائية، وخلصنا كده مراجعة على الدرس التاسع. تقريبا قلنا كل حرف في الدرس ده. بصراحة الدرس ده أوله محتاج حل مسائل، وده اللي احنا نعمله إن شاء الله، وآخره محتاج حفظ شويتين مع فهم. بنفهم الأول بعد كده بنحفظ. تعالوا ندخل على آخر درس في الوحدة الأولى، ألا وهو الدرس العاشر. في الدرس العاشر والأخير في الوحدة الأولى بيقول لنا إنه لازم يكون في حالة من التوازن البيئي. يعني إيه بقى توازن بيئي؟ يعني استقرار ديناميكي، يعني استقرار، يعني الأمور مستقرة. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى خلق كل حاجة بقدر، وكل حاجة بمقدار معين. لو زادت أو قلت عن القدر ده أو المقدار ده تلاقي إن هو بيحصل مشاكل. سبحان الله، زي ما هنشوف دلوقتي. فكلمة توازن بيئي دي حالة من الاستقرار الديناميكي اللي بيحصل لما الكائنات الحية تتفاعل مع المكونات الغير حية بشكل يضمن بقائها، يضمن انها تكون مستقرة، موجودة، عايشة. هنفهم ازاي وايه يعني اللي هيحصل لو حصل خلل. بيقول لك ان مهم يكون في توازن في العناصر الغذائية نفسها، ومهم يكون في توازن ما بين الكائنات الحية اللي عايشة، ومهم ان هو يكون في توازن في عشان ما نأثرش، او عشان ده ما يأثرش على سلسلة الغذاء، او نقول بقى انتقال الطاقة او سريان الطاقة عموما. وهنفهم ازاي ويعني ايه الكلام الصعب ده، هو مش صعب. اول حاجة، العناصر الغذائية اللي في المية لازم تكون بمقدار معين، ما ينفعش تزيد ولا تنقص، عشان ده هيؤثر سلبا على البيئة المائية. ازاي؟ بص دلوقتي احنا عندنا النبات والطحالب المائية بيعملوا الاكل بتاعهم ازاي؟ عن طريق عمليه البناء الضوئي، بيعملوا البناء الضوئي فبيعملوا اكل. طيب الطحالب والنبات ده مين اللي بياكلهم؟ اللي بياكلهم حاجه اسمها العوالق الحيوانيه. كلمه العوالق الحيوانيه دي حيوانات تعيش في الميه العذبه او الميه المالحه عادي، وبتاكل الطحالب، بتتغذى على الطحالب والنبات. خلاص؟ طيب بعدين العوالق الحيوانيه دي بيتغذى عليها السمك الصغير، السمك الصغير بيتغذى عليه السمك الكبير. شايف؟ ده كده مسار انتقال الطاقة. يعني الطاقة ده بيعمل الطاقة، بعد كده الطاقة بتروح هنا، بعد كده بتيجي هنا، بعد كده بتيجي هنا. اللي أنا عملتها دي اسمها سلسلة الغذاء، سلسلة أو مسار انتقال الطاقة برضه. طيب ركز معايا دلوقتي يا جميل. الطحالب والنباتات دي عايزة عناصر غذائية بكمية معينة، تحديدا عنصر النيتروجين وعنصر الفوسفور.
طيب لو العناصر دي نقصت كده، ده هيأثر سلبا على الطحالب، والنبات ده هيأثر سلبا عليه، فمش هيعرفوا يعملوا شغلهم كويس، فهيؤثر على باقي الحاجات الموجوده. طب لو زادوا، يعني لو العناصر الغذائيه اللي هم النيتروجين والفوسفور دول زادوا، ده هيخلي الطحالب يحصل لها ازدهار غير طبيعي، يعني ازدهار بشكل مبالغ فيه، بشكل كتير. يعني هتكتر. تقول لي طب ما تكتر، ما دي حاجه حلوه. لا، ما هي الطحالب لما تكتر هتملى الميه، فالضوء مش هيعرف يجي يخترق الميه. انت فاهم؟ كأن كده الطحالب دي هتكتر كتير قوي، فتبقى على السطح، فالضوء مش هيعرف ينزل في الميه، فده هيضر بقى الكائنات اللي عايزه ضوء. كمان الطحالب لما تموت وتتحلل، فالكائنات المحلله هتخلص الاكسجين، هتستهلك الاكسجين الموجود، خلاص، فده هيؤثر على الاكسجين، فالكائنات اللي بتستخدم اكسجين ده هيبقى فيه مشكله. كمان الطحالب ممكن تنتج مواد سامه، في نوع من الطحالب بيطلع مواد سامه، فده هيبقى مضر. انت فاهم؟ فسبحان الله، شفت بقى ده بسبب ايه؟ بسبب ان النيتروجين والفوسفور زادوا، رغم ان هم مهمين عشان هو يزدهر كده ويبقى حلو، بس لو زادوا بشكل مبالغ فيه، زي مثلا تسمم الاسمده، في سمات كتير رميناها في البحر، رميناها في الميه، فده هيخلي الطحالب تكتر وتبقى كتير قوي، بس ده غلط، مش صح، او ده خلل. طيب نفس الكلام بيقول لك الكائنات الحيه بقى، بيقول لك مثلا في سمك صغير، السمك الصغير ده بياكله كائنات مفترسه بتفترس السمك ده، خلاص. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. السمك الصغير ده زي ما قلنا مثلا من شويه كان بياكل العوالق الحيوانيه، والسمك الصغير في سمك كبير بياكله. بص تاني، في نبات بيعمل اكل، النبات ده بياكله حيوانات صغيره، الحيوانات الصغيره دي بياكلها سمك صغير، السمك الصغير ده بياكله سمك كبير، نقول سمك مفترس. طب افترضنا انت بقى رحت بالشبكه بتاعتك تصطاد السمك، يعني تصطاد السمك المفترس ده، فلو اصطادت السمك المفترس ده كده، السمك الصغير هيكتر كتير قوي، فهيخلص العوالق الحيوانيه، خلاص، فده هيأثر على سلسله الغذاء، او هيأثر على باقي الكائنات الموجوده. طب افترضنا انت اصطادت السمك الصغير ده، فده هيخلي العوالق دي تزيد قوي. ما انا بص هقول لك على حاجه، ده بياكل ده، السمك ده بياكل ده، فانت رحت مصطاد السمك ده بشكل كبير، حاجه اسمها الصيد الجائر. الصيد الجائر يعني صيد بيؤثر على سلسله الغذاء، مش في وقت معين ومش بظروف معينه، لا، انت بتروح تصطاد كده من دماغك وخلاص، وتصطاد كميات كبيره وخلاص في اي وقت انت عايزه. فانت كده اصطادت كل السمك الصغير، كده دول هيزيدوا عشان ما فيش حاجه بتاكلهم، ما هو ما فيش حاجه بتاكل ده، خلاص، فهيزيدوا فهيخلصوا الاكل، فده برضه هيعمل خلل في سلسله الغذاء، خلاص. طيب يبقى قلنا سلسله الغذاء او سريان الطاقه هتتاثر لو حاجه في النص اتاثرت. برضه في حيوان اسمه المرجان. المرجان ده عايش جواه طحالب، هو بيوفر بيئه للطحالب. في بقى كائن اسمه القنفذ ده او قنافذ البحر دي بتاكل المرجان. قنفذ البحر ده بيتغذى على المرجان، فلو اتغذى على المرجان هيموت المرجان. ففي كائنات بقى مفترسه بتاكل القنفذ ده، فكده المرجان مش بيحصل له حاجه. فبيقول لك يعني لو الكائن المفترس ده مش موجود، القنفذ هيدمر المرجان، فهيدمر الدنيا، فده هيؤثر برضو على البيئه او النظام البيئي، ويعمل ليه خلل. فانت عارف اللي هو حتى عايز يقول لك ان الكائنات المفترسه لها دور في النظام البيئي بتاعنا. لو الكائنات المفترسه نفسها قلت، ده هيؤثر سلبا على البيئه بتاعتنا. انا بحاول اقول لك كل كلمه في الكتاب على فكره، عشان ما تضطرش ان انت يبقى في معلومه مش موجوده او كده. بنشرح في ايه؟ بنقول يا جماعه ان كل حاجه لازم تكون بمقدار معين، العناصر الغذائيه زي النيتروجين والفوسفور، الكائنات الحيه حتى الكائنات المفترسه لازم تكون موجوده بمقدار معين. طب الانسان ممكن يعمل ايه يعني يدمر بالبيئه، او ايه اللي الانسان بيعمله بيعمل خلل في التوازن البيئي؟ قال لك في 3 حاجات الانسان بيعملهم بيسببوا خلل في النظام البيئي. اول حاجه تلوث، الانسان بيرمي حاجات ملوثه في الميه، فدي بتأثر على النظام البيئي المائي. زي بيقول لك في حاجه اسمها عناصر ثقيله تقيله يعني كثافتها عاليه، زي عنصر الرصاص وعنصر الكادميوم وعنصر العناصر دي يا جميل تقيله، يعني كثافتها عاليه، فدي بتأثر سلبا على الميه. كمان الصيد الجائر، نروح نصطاد سمك كتير
في اي موسم وباي كميه، دي بتؤثر على النظام البيئي. كمان تدمير موطن او مواطن الحيوانات، ان احنا ندمر البيت اللي عايش فيه الحيوانات. خلاص. وبقول لك ان تدمير المواطن دي معلومه مهمه خدها. تدمير المواطن يعني تدمير البيت. يعني زي ما احنا مثلا كنا بنقول الشعاب المرجانيه بيعيش جواها حاجات، بيعيش جواها كائنات، فاحنا بقى لو دمرنا الشعاب المرجانيه دي كده احنا دمرنا البيت بتاعها. فلما ندمر المواطن ده هيؤدي الى او هيؤثر سلبا على التنوع البيولوجي. يعني التنوع البيولوجي يعني تنوع الكائنات الحيه. تاني، الانسان بيعمل ايه؟ بيؤثر سلبا على البيئه المائيه. 3 حاجات: تلوث، بيرمي اي زباله في الميه ومعادن ثقيله، وتدمير المواطن بيدمر البيت بتاع الكائنات زي المرجان كده، فده يؤدي الى عدم التنوع البيولوجي. والصيد الجائر بيصطاد زي ما هو عايز، فده بيؤثر سلبا على الكائنات الحيه. طيب، في حته بقى كده في اخر الدرس ده للمناقشه، الانسان ممكن يعمل ايه علشان يحافظ على النظام البيئي، تكون كل حاجه مستقره وكل حاجه تمام. ما يصطادش السمك بشكل جائر، يعني ما يصطادش في اي وقت وخلاص. ما يلوثش الميه، ما يرميش فيها اي زباله وخلاص. يستخدم كميات معينه من الميه. تمام. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري، يعني ما تستخدمش ميه كتير حتى لو انت بتستخدم من نهر، لا، يجب الارشاد في استخدام الميه. المفروض نعمل حملات توعويه وتثقيفيه ونطلع نتكلم عن اهميه الميه واهميه التعامل معها بحرص وبحذر. بيقول لك ان احنا برضو المفروض نستخدم وسائل مفيده للبيئه وصديقه للبيئه، ما تكونش مضره بالبيئه. يعني وسائل طاقه نظيفه زي مثلا طاقه الشمس، دي طاقه نظيفه. طاقه الرياح. ما نستخدمش بقى الحاجات اللي بتطلع دخان ومشاكل في الهواء، وبرضه ده بيعد بالسلب على البيئه المائيه. ونرمي بقى المخلفات الصناعيه اللي معانا في البيئه خلاص في الميه، طبعا ده غلط. يعني تحس انها في برضه، قبل ما اعمل صح على الدرس، في حاجه اسمها التنميه المستدامه. كلمه تنميه مستدامه يعني التنميه بشكل يخلينا نستفيد من الميه واللي بعدنا يستفيد، يعني بدون ما نظلمه. خلاص. يعني كلمه تنميه مستدامه يعني الحفاظ على الميه، تمام، بحيث تفيد المجتمع الحالي وفي نفس الوقت تفيد الاجيال اللي جايه من غير ما نظلمهم ونأثر عليهم. وبكده يبقى خلصنا الدرس العاشر وخلصنا الوحده الاولى كلها بفضل الله، شرح بالتفصيل الممل ومراجعه برضه بالتفصيل الممل، وقريبا جدا حل ان شاء الله. وطبعا جمعنا الاسئله زي ما اتفقنا في مذكره المراجعه النهائيه، لو عايز تحصل عليها شوف اول تعليق. طبعا ما تبخلش على اصحابك بمشاركه فيديو مفيد ومثمر زي ده، خد مني وقت كتير قوي على فكره. يمكن بالنسبه لك كده انت شايف الفيديو كام دقيقه وخلاص، ولا كام وقت قصير كده وخلاص، لكن حرفيا خد مني وقت طويل ومجهود علشان يطلع بالشكل ده. مش بقول لك كده عشان اقول لك ان انا تعبت بقى ومش عارف ايه، لا، عشان اعرفك مدى الاستفاده اللي جايه لك على طبق من ذهب. يعني انت ما عملتش حاجه، انت بدون بقى ما تقعد تذاكر وتتعب لا، الموضوع جالك بشكل بسيط اهو. فاعمل بقى اللي عليك وساعد اصحابك عشان يستفيدوا كمان زيك، وشوف اول تعليق. ولو عايز نستمر ادعمني بلايك وادعم الفيديو بلايك عشان يوصل لاصحابك، وطبعا اكتب تعليق حلو زيك كده. واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه باذن الله، وانا بشوف التعليقات، اكتبوا لي في التعليقات. شكرا، السلام عليكم.